بيبدأ المسلسل بالبطلة هيون وبتكون ماسكة اختبار حمل وبتلاقيه إيجابي، وساعتها بنرجع لشهر في الماضي لما كانت موجودة في حفلة ولابسة شعر مستعار لونه أحمر زي بتاع صاحبتها ران، لأنها بتكون راحة بدل منها، لأن والد ران صمم إنها تروح الحفلة دي علشان تتجوز شخص غني من هناك، وران بتكون عاوزة تروح حفلة فنانها المفضل، فبتروح هيون الحفلة مكانها، وبتعرض ران على هيون إنها تلاقي عريس مناسب ليها من الحفلة، بس هيون بتقولها إنها هتشرب مشروب وترجع لبيتها، وبيبان إن هيون بتكره الجواز. ولما بتكون في الحفلة بتلاقي رئيستها بانج بترن عليها وبتعرفها إن في مشروع لازم تخلصه تاني يوم، ولما بتخلص المكالمة بتلاقي الرئيسة بتعدي من جنبها لأنها بتكون موجودة في نفس الحفلة، ومش بتكون هيون عاوزة بانج تشوفها. وفي نفس الوقت بيدخل الحفلة واحد اسمه جون، واللي بينبهر كل الموجودين لما بيخش الحفلة، ولما بيروح لصاحبه واللي بيكون السكرتير بتاعه بيقوله إنه هيمشي بعد نص ساعة لأنه مش بيحب الأماكن دي. ولما بيسيبوا صاحبه علشان يروح الحمام بيتفاجئ جون بحد بيمسك إيديه، واللي بتكون هيون، وبتطلب مساعدته، بس هو مش بيكون عارفها، فهيون بتناديه بحبيبي وبتحضنه لأنها بتخاف إن بانك تشوفها، بس هو بيزقها وبيزعق لها وهي بتتحرج وبتحاول تداري على إحراجها إنها تجيب له مشروب، بس بتتكعبل وبيقع عليه المشروب، فبتتخض من اللي حصل وبتحاول تنظف هدومه، بس هو بيزعق لها بصوت عالي وكل اللي في الحفلة بيبصوا لهم. وبنروح لجون وهو في العربية والمساعد بيضحك عليه بسبب اللبس اللي هو لبسه، وبيكون مستغرب من البنت اللي قدرت تعمل كده واللي بتكون هربت بعد اللي حصل. وبعد كده بيسأله المساعد هو ليه مش عايز يتجوز، فبيرد عليه إنه شخص عملي وما عندوش وقت يضيعه على الحاجات دي. ولما بنروح لهيون بنلاقيها بتشرب وبتقول لصاحبتها ران على اللي حصل، فبتسألها ران إذا كانت هربت من الحفلة بعد اللي هي عملته، بس هي بتقول لها إنها راحت تجيب مناديل ولما رجعت ما لقيتهوش، وبتقول لها إنها ما كانتش عاوزة بانك تشوفها فاتصرفت بالطريقة دي مع شخص غريب. ولما بتسألها ران إذا كان وسيم ولا لأ بتقول لها إنه كان لابس نظارة وما شافتوش كويس. وبعد كده صاحبتها بتنصحها إنها لازم ترتبط وتغير تفكيرها، وبتفكرها إن من 10 سنين لما كانت مرتبطة بشخص ضربته لأنه حاول يمسك إيديها، فبتكذب عليها هيون وبتقول لها إن عندها حبيب وإنه وسيم جدا. وبنروح بعد كده لوالدة يونغ لما بتعرف إنه اختفى من الحفلة وبتتعصب لأنها بتكون عاوزاه يتجوز وهو رافض الجواز، وإنها لما بتدبر له مواعيد مدبرة بيهرب منها، بس بيهديها زوجها وبيقول لها إنهم يسيبوا له وقت يغير رأيه، وبيقول لها تسكت لأن هان هتوصل دلوقتي، فبتزعق له وبتعرفه إنها عارفة إن مجلس الإدارة عاوز يتخلص من جون ابنها، وبتقول له إن جون أكيد له أسباب علشان يتصرف بالطريقة دي، وبتكون حاسة إن هان ليها علاقة بالموضوع وإن هي اللي بتضغط عليه. وفي اللحظة دي بتخش عليهم هان وبتسألها إزاي بتضغط عليه، بس هم ساعتها بيسكتوا وبيبان إنهم بيخافوا منها. ولما بيرجع جون لبيته بيدص في صورة ليه مع واحد وبيفتكر لما كان ماسكه ووقع من على الجبل ومات، وبيقول لنفسه إنه إزاي يتجوز بعد ما دمر عيلة، وبيبان إنه متأثر بسبب الموضوع ده. أما في شغل هيون بتلاقيهم بيتكلموا عليها إنها أصغر مديرة، واحتمال إن الشركة تختارها كأفضل موظفة وتسافر لألمانيا، وبنعرف إن في منافسة بينها وبين مديرتها بانج على الفرصة دي. وساعتها بتخش بانج وبتعمل اجتماع وبيبان إنها بتغير من هيون وبتقلل منها ومن فريقها، فبتتعصب هيون وبتقول لها إن الاجتماع الجاي هتقول لهم على فكرة لزيادة المبيعات. وبعد الاجتماع بتكلم صديق ليها اسمه مين وبتحكي له إنها ندمانة إنها قالت كده لأنها ما عندهاش أي فكرة، وبتكون متضايقة من مديرتها لأن أي مشروع هي وفريقها بيشتغلوا عليه بتنسبه لنفسها. ولما بيرد عليها مين بتكتشف إنه واقف وراها، فبتفرح لأنهم أصحاب من أيام المدرسة، وبيسألها صاحبها إذا كانت غيرت فكرتها عن الجواز، بس هي بتقوله إنه عارف أهلها عاملين إزاي، وبيبان إنها عاشت طفولة صعبة مع أهلها اللي على طول كانوا بيتخانقوا لحد ما سابها أبوها ومشي، وبتكون فاكرة إن أهلها اتطلقوا بسببها، وبيسألها إنها لو قابلت حد وحبته هل هتتجوزه ولا لأ، فبتسكت وبيفهم مين إنها حاطة الشغل أهم حاجة عندها. ولما بنروح لجون بنلاقيه داخل مكتبه وبيكون في حد اسمه يونغ وده نائب رئيس مجلس الإدارة، وبيكون معاه واحد اسمه سونج، ولما بيمد سونج إيديه علشان يسلم على جون بيتوتر وإيده بترتعش، وبيقول لهم يخشوا في الموضوع على طول لأنه مشغول. فبيقول له يونغ إن المشروع اللي اتكلموا فيه قبل كده عاوزين يتعاونوا فيه مع سونج، بس هو بيرفض لأنه شايف إن في حد مؤهل أكتر.
بس يونغ بيقوله إن فريق بارك هو اللي كان ماسك المشروع من البداية. بس جون بيعرفه إن النتائج هي اللي تهمه، وبيسيبهم وبيروح لمكتب والده. وساعتها والده بيلاحظ رعشة إيديه، بس بيغير الموضوع وبيعرفه إن يونغ بيحاول يخلي مجلس الإدارة يتخلص منه، وبيقول له والده إنه هيستلم الشركة التجارية ويروح هو رئيس لشركة المشروبات. أما عند هيون بتكون في الكافيه لأنها بتحاول تلاقي فكرة تعرضها على الشركة علشان تزود المبيعات. وساعتها بتدخل زميلتها في الشغل وبتقعد معاها، وبتلاقي إن حبيبها بيرن عليها، وبتسألها زميلتها إذا كان عندها حبيب ولا لأ، لأنها متأكدة إن شخصية زي دي مستحيل تبقى مش مرتبطة. بس هي بتتحرج وبتغير الموضوع. ولما بتكون راجعة لبيتها بتفكر في كلام زميلتها، وبتحس إن مين شخص مناسب ليها، وبتبعت له رسالة تطمن عليه بس مش بيرد عليها. فبتروح تشتري له أكلته المفضلة وبتروح لبيته. بس لما بتوصل بتلاقي صاحبتها ران مع مين، فبتتصدم لأنها بتعرف إنهم في علاقة مع بعض. فساعتها بتفتكر كل ذكرياتها معاه وإنها هي اللي عرفته على ران، وبتعيط لأنه بيبان عليها إنها كانت بتحبه. وساعتها بتلاقي عربية بتعدي من قدامها وبترشها بالمية لأنه وقتها كان في مطر، واللي بيكون سايق العربية دي هو جون. فبيقف بعربيته، فبتجري عليه هيون وبتقوله إنه إزاي يعمل فيها كده، وبتسأله إذا كان غلطت في حاجة، فبيقول لها إنه هيعوضها بالمبلغ اللي هي عاوزاه، وبيديها شيك ب1,000,000 وون وبيمشي. فهي أول ما بتشوف المبلغ بتتصدم وبتفتكره ملاك. ولما بيوصل جون لبيته بيطلب من صاحبه إنه يشتري له كل أنواع المشروبات، فبيستغرب لأنه ما كانش بيشرب، بس هو بيقوله إنه محتاجها دلوقتي لأنه هيسيب الشركة التجارية وهيدير شركة المشروبات. فبيزعل صاحبه من اللي حصل وبيقوله يتمسك بحلمه ويرفض. بس جون بيعرفه إنه مفيش بإيده حاجة، وبيطلب منه يرتب له مواعيد كل حفلات المشروبات. وتاني يوم بيكون هيون في الشغل وبتفتكر اللي حصل بين ران ومين، وبيكون الكل مركز معاها لأنها ما بتكونش في حالتها الطبيعية. وبعد كده بتروح لحفلة مشروبات وبتصور المكان، ولما بتشوف ناس بيخلطوا المشروبات غلط بتكون عاوزة تروح تقول لهم، بس بتهدي نفسها وبتاخد مشروبها وبتمشي. وبيكون في نفس المكان جون مع صاحبه. فلما صاحبه بيروح الحمام جون بيشوف هيون، فمش بيكون عاوز يعمل مشاكل، فبيقرر إنه يمشي، بس بيخبط فيها. وهي لما بتشوف إنه بيشرب مشروبه غلط بتعرفه إزاي يشربه بالطريقة الصح. ولما بيجرب طريقتها بيستغرب الاختلاف في الطعم، وبيطلب إنها تعرفه أكتر. فبتقعد معاه وبيشربوا كمية كبيرة، وبتقوله إنها خبيرة في المشروبات. وفي الوقت ده بيلاقوا مسابقة في الكافيه على جهاز، واللي هيون بتكون عاوزاه. فلما بيعرف جون بيعرض عليها إنه يشتريه ليها، بس هي بتقوله إنهم يشتركوا في المسابقة، فبيوافق. ولما بيكون خلاص جون هيكسب المسابقة بيغش حد من المشاركين التانيين وبيكسب هو. فساعتها جون مش بيرضى بالظلم، فبيسأل هيون إذا كانت بتعرف تجري ولا لأ، وبيعد لحد 3 وبياخد الجايزة وبيطلع يجري، وبتجري معاه هيون. وبعد كده بيفتحوا الجايزة بس بيلاقوها دبدوب مش الجهاز، فبيضحكوا وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبتحكي له عن حلمها وإنها عاوزة تعمل مشروب خاص بيها. ولما بتسأله عن حلمه بيقول لها إنه ما عندوش حلم. بس بعد كده بيقربوا من بعض. وتاني يوم لما بتفوق هيون بتتصدم من اللي حصل، وبتقرر إنها تسيب له الشيك اللي معاها، ومش بتكون عارفة إنها واخدة الشيك منه، بس بتسيب الفلوس علشان ما تحسش بالإحراج وبتمشي. ولما بيفوق جون بيستغرب لما بيلاقيها سايباله الشيك وبتكون نسيت تاخد الدبدوب، وبيلاقي صاحبه بيكلمه وبيزعقله لأنه قلق ورن عليه كتير وهو ما كانش بيرد. فبيستغرب إنه نام بعمق قوي على غير العادة. ولما بيروح الشغل بيلاقي هان، ولما بتشوف معاه الدبدوب بتوقفه وبتسأله إذا كان عنده خطط للجواز ولا لأ، بس هو ما بيردش عليها. وبيفتكر من 15 سنة لما كان في جنازة وهي بتضربه وبتقوله إنه دمر حياتها، وبتسأله إزاي هيتحمل مسؤولية اللي عمله وإزاي هيكفر عن ذنبه. وبيكون ساعتها بيعيط وإيديه بترتعش. وبنرجع للحاضر وبيمشي جون من غير ما يرد عليها. فساعتها بتقول هان للمساعدة بتاعتها تسأل مين اللي كان موجود معاه. وبنروح لهيون اللي بتكون مصدومة من اللي حصل، وبتفتكر إنها شافت سلسلة في أوضته، فبتخاف إنه يكون متجوز ودي هدية لمراته. بس بتلاقي إن في حد من فريقها بيقول لها إن الشركة وافقت على الاقتراح اللي هي طرحته، وبيهنوها على النجاح اللي حققته.
وبيكون جون في الوقت ده في الجيم وبيفتكر هيون وما بيكونش عارف يشيلها من تفكيره. أما بانج بتحدد لهيون أسبوع لحد ما تنفذ الفكرة اللي طرحتها، وبتعدي الأيام وبتكون هيون مركزة في شغلها هي وفريقها لحد لما بيخلص الأسبوع اللي كانت المديرة محدداه، وبيعرضوا عليها المشروب بعد التطوير وبتوافق عليه، فبيفرح كل فريقها. بس في الوقت ده بتحس هيون بوجع في معدتها وبتروح الصيدلية تطلب دواء للمعدة، فبتسألها الدكتورة عن الأعراض اللي بتعاني منها. فلما بتقولها هيون إن عندها ألم في المعدة وغثيان بتشك إنها ممكن تكون حامل، فساعتها بتاخد كذا اختبار حمل واللي بيطلعوا كلهم إيجابي. وفي الوقت ده بتخش ران أوضتها وبتلاقي اختبار الحمل، فبتتصدم وبتسألها عن حبيبها، بس هي بتقولها إنها ما تعرفوش ومش بتكون عارفة تعمل إيه. فبتروح لدكتورة نسا وبتكون خايفة إن حد يشوفها هناك، وبتعرفها الدكتورة إنها حامل، فبتزعل هيون وبتكون تايهة. ولما بتخرج لصاحبتها بتقولها ران إنها لازم تلاقي الشخص ده، وبتسألها إذا كانت فاكرة أي حاجة عنه. فساعتها هيون بتقولها على مواصفاته، فبتلمح ران واحد بنفس المواصفات اللي هيون قالتها، وبيكون ماشي مع بنت من فريق هيون في الشركة. ولما بتسألها إذا كان ده هو الشخص ولا لأ، فلما بتبص هيون بتتصدم إنه هو، وبتكون اللي معاه لابسة نفس السلسلة اللي شافتها في أوضته. فبتفتكر كلامها اللي قالته لها في الكافيه إنها مرتبطة بواحد، وبتشك إن جون هو حبيبها، فبتروح علشان تضربه، وبتسألها إذا كان ده الشخص اللي حكت لها عنه ولا لأ، بس هي بتقول لها إنه عمها. وفي الوقت ده بتيجي الممرضة وبتقول لها إنها نسيت صورة الجنين. وبنروح بعد كده لجون وهو قاعد مع هيون وبيسألها إذا كان الطفل ده ابنه ولا لأ، بس هي بتقوله إنه ابنها. فبيكرر السؤال تاني، بس هي بتكذب عليه وبتقوله إنه مش ابنه، بس هو بيفهم إنها متوترة وبيقول لها إنه متأكد إنه والد الطفل ده. فبتسأله هل لو كان والد الطفل هيتحمل مسؤوليته ولا لأ، فبيقول لها إنه هيتحمل المسؤولية وبيعرض عليها إنها تتجوزه. وبنرجع للماضي مع جون وهو بيفتكر الحادثة اللي حصلت واللي بسببها بياخد أدوية مهدئة ومش بيعرف ينام. ولما بيروح للدكتور بيسأله إذا كان بيعرف ينام ولا لأ، فبيفتكر لما كان مع هيون ونام كويس لأول مرة بعد الحادثة دي، وبيحس إنها ليها تأثير عليه. ولما بيرجع بيته وبيمسك الشيك اللي سابته بيلاقي توقيعه عليه، وبيعرف إنها نفس البنت اللي قابلها في الشارع، فبيفرح إنها كانت حواليه طول الوقت وهو مش منتبه. وبنرجع لهيون وهو بيعرض عليها الجواز، فبتتصدم من عرضه، فساعتها بيسألها هو قال إيه. فلما بتعرفه إنه عرض عليها الجواز فبيقول لها إنها أكيد سمعت غلط، وبيكون مش مصدق اللي قاله. وبياخد موبايلها وبيسجل رقمه وبيقول لها إنهم هيتقابلوا قريب وبيمشي. وبعد كده بتروح هيون لكافيه وبتقرر إنها تشرب، بس قبل ما تشرب بتفتكر إنها حامل وممنوع عليها المشروبات، فبتحس إن مستقبلها في خطر لأنها شغالة في شركة للمشروبات. فبيلاحظ العامل إنها زعلانة وبيحس إن يومها كان صعب، فبيقرر إنه يجيب لها مشروب غالي علشان يحسن من نفسيتها. بس هي بتقوله إنها مقدرة إنه عاوز يسعدها وبتعرض عليه يشرب هو المشروب بدلها. فبيستغرب العامل، بس فجأة بتلاقي واحدة بتقعد جنبها وبتقول لها إنها هي اللي هتشربه، وبتكون هان اللي قالت لها كده، وبتقول لها إن الأمومة مش حاجة سهلة. فبتستغرب هيون إنها عرفت إنها حامل، فبترد عليها إنها لو ما شربتش مشروبها المفضل يبقى أكيد حامل. وبتاخد هان مشروبها وبتشربه، وبتحكي لها إنها اتولدت في سن صغير وساعتها ما كانتش واعية كفاية للمسؤولية، وبتعرفها إنها تخلت عن كل حاجة بسبب الطفل. ولما بتسألها هيون إذا كانت ندمت بسبب اللي عملته، بتعرفها إن الندم بيعتمد على الشخص نفسه، وبتقول لها إنها لو مش مستعدة هيكون صعب عليها. وبتسأل هان عن رأي والد الطفل وبتشجعها إنها تتكلم بصراحة معاها. فبتقول لها هيون إنها ما كانتش مخططة للطفل ده وإن ليها يد في اللي حصل ولازم تتحمل المسؤولية. بس هان بتقول لها إنها ما تحسش بالندم لأن طفلها مش هيبقى سعيد لو اتولد وهو حاسس إنه مش مرغوب فيه، وبتشجعها إنها تستغل الفرصة اللي جات لها. وبنعرف إن هان كانت مراقبة هيون لأن المساعدة بتاعتها جابت لها معلومات البنت اللي كانت مع جون،
وعند جون بيبعت رسالة لهيون علشان يطمن عليها، وبيفتكر ذكرياته مع أخوه، وبنعرف إنه هو ده اللي مات في الحادثة اللي حصلت وهان تبقى مراته واتجوزها لما كانوا في الجامعة. وبيفتكر كلام أخوه ليه إنه بيحب حياته بعد ما اتجوز وخلف بنته سي. وبنروح لهيون واللي بترجع لبيتها وبتكون مرهقة، وبتلاقي جون بعت لها رسالة بس بتفتكر كلام هان ليها وبتنام. وبيستغرب جون إنها مردتش عليه، وبيلاقي إن سي بنت أخوه بتخبط عليه وبتزعقله لما بتعرف إنه والد الطفل وإنه مش ناوي يتجوز هيون، بس هو بيقول لها إنه هيتحمل مسؤوليته وهيصرف عليه، بس هي بترد عليه إنه طفل ومحتاج رعاية وإن الفلوس مش كل حاجة، وبتوصفه بالأنانية وبتقوله إنه بيحب هيون بس رافض الجواز منها، بس هو بينكر كلامها. فبترد عليه إنها عارفة إنه مش عاوز يتجوز بسببها، وبتعرفه إن الفكرة دي تعباها وبتسيبه وبتمشي. ولما بنروح لشغل هيون بتكون قاعدة سرحانة، ساعتها بيخش عليها واحد من فريقها وبيسلم عليها بالألماني لأنه متأكد إنهم هيختاروها هي اللي تسافر لألمانيا، بس هي بتقوله إنهم ما أعلنوش النتائج لسه. وساعتها بتخش عليهم واحدة وبتقول لهم إن النتيجة ظهرت، فالكل بيتوتر وبيسألوا مين اللي كسب، بس بيلاقوا هيون بترفع إيديها وبتقول لهم إنها هي اللي كسبت، وبتكون مصدومة والكل كان بيهنيها. وبيكون جون في الوقت ده بيجهز لأنهم رايحين الشركة، فبيستغرب المساعد بتاعه لأنه مهتم بنفسه على غير العادة، وبيسأله إذا كان عاوز يثير إعجاب حد معين، بس جون ما بيردش عليه وبيروح على العربية. وجون ساعتها بيسأل المساعد عن السبب اللي يخلي شخص ما يردش على الرسائل اللي حد بعتها له، فبيقوله إنه أكيد بيكرهه علشان كده ما بيردش عليه، وبيسأله لو في حد بيكرهه، بس بيتفاجئ المساعد لما جون بيقوله إنه خلاص خد القرار وهيتجوز. فبيسأله المساعد عن السبب اللي خلاه يغير رأيه في الجواز، فبيرد عليه جون إن الجواز هيصلح حالته الغير مستقرة. فساعتها المساعد بيقوله إنه أكيد مريض ولازم يروحوا للمستشفى. وبعد كده بيسألوا على العروسة، فجون بيقوله إنهم رايحين ليها دلوقتي. وعند هيون بنشوف بانج بتعلن إن المدير الجديد هيوصل وهيعمل جولة في الشركة، بس هيون مش بتكون مركزة معاها وبتكون تايهة ما بين حلمها والمسؤولية الجديدة اللي اتحطت فيها، وبتفكر في الفلوس اللي هتحتاجها علشان الطفل، وبتفتح موبايلها وبتلاقي إن الفلوس اللي معاها مش هتكفيها. فساعتها بتلاحظ بانج إن هيون مش مركزة معاها، فبتنادي عليها بانج، فهيون بتعتذر. ولما بتكون هتشرب قهوة بتفتكر إنها ممنوعة، فبتخش سي وبتحط لها لبن وبتتكلم معاها وبتعرفها إن بسببها جون مش عاوز يتجوز. فبتستغرب هيون من كلامها، بس سي بتوضح لها وبتقول لها إنها هتفهم كل حاجة بعدين. وبعد كده لما بتخرج هيون من الحمام بتلاقي جون داخل الشركة، فبتستغرب وبتخاف إن حد من الشركة يشوفه، فبتجري عليه وبتشده وبتسأله عن السبب اللي جابه هنا وإذا كان بيراقبها، بس هو بيقول لها إنه قال لها إنهم هيتقابلوا قريب وإنه خلاص خد القرار. فلما بتسأله عن القرار اللي خده بيقول لها إنه هيتجوزها، بس هي بترد عليه إنها ما فكرتش قبل كده في الجواز منه، وبتقوله يتظاهر إن مفيش حاجة حصلت، بس بيقول لها إنهم يكتبوا عقد بينهم وتكون رعاية الطفل الأولوية فيه، بس هي بترفض عرضه. ولما بيجي يرد ما بيلحقش لأنهم بيسمعوا صوت بانج بره، فبتقفل الأوضة علشان ما تخشش بانج، وبتكون خايفة إنها تفهم غلط، وهو بيكون مستغرب من اللي هي بتعمله. ولما بيفتح جون الباب بتعتذر له بانج وبتقوله إنها ما كانتش عارفة إنه جوه، فبتبصلهم هيون وبتكون مستغربة اللي بيحصل، بس ساعتها بتفتكر كلام بانج إن المدير الجديد هيوصل، فبتفهم إن ده هو المدير الجديد للشركة. بس وقتها بانج بتسألهم عن سبب وجودهم في القاعة، فبتتوتر هيون، بس جون بيرد عليها إنه نسي موبايله وخد موبايل هيون. وساعتها المساعد بتاعه بيوصل، فبيستأذن منهم جون وبيدي هيون تليفونها وبيقول لها إنها ترد على مكالماته بعد كده، وبيمشي. ولما المساعد بيشوف بانج بيقع في حبها من أول نظرة. ولما بيرجع جون للبيت بيقول للمساعد إن هيون حامل منه، فبيزعل المساعد إنه معرفهوش كل حاجة من الأول، بس بيلاحظ عليه إنه قلقان. ولما بيسأله عن السبب بيعرفه إنه خايف ما يعرفش يتحمل مسؤولية الطفل، بس بيطمنه وبيعرفه إنه هو اللي ربى سي وهيكون أب وزوج كويس. وبتكون في الوقت ده هيون بتحكي لران عن اللي حصل، وبتعرفها إنها اتقبلت للدراسة لألمانيا، فبتشجعها ران إنها تسافر وبتعرفها إن ده حلمها. ولما بتروح هيون لوالدتها لأنه بيكون يوم عيد ميلادها بتلاقي والدتها مش مهتمة بهديتها،
فكانت هتخرج بس بترجع وبتواجهها وبتعرفها إن كل اللي حصل لها كان باختيارها، وبتسأل عن سبب إنها ما بتحبهاش، فبترد عليها والدتها إن وجودها كان غلط من البداية وإن حياتها بقت فوضى بسببها، وبتسألها عن السبب اللي خلاها تيجي، فبتقول لها إنها حامل، فبتتصدم وبتقول لها إنها مش متجوزة ولازم تتخلص من الطفل، فبتزعق لها هيون، بس الأم بتعرفها إنها كانت عاوزة تسافر وكده هي هتاخد نفس طريقها وهتندم زيها. ولما بتخرج هيون بتروح لدكتورة نسا، واللي بتعرفها إن كونها إنها حملت ده معجزة، ولو اتوترت ممكن يحصل إجهاض، وساعتها مش هيبقى فيه أمل إنها تحمل تاني لأن بيكون عندها مشاكل. فبتسكت هيون شوية وبتعيط وبتقول للدكتورة إنها عاوزة تنزل الطفل ده، بس الدكتورة نصحتها إنها تاخد كام يوم تفكر لحد ما تقرر هتعمل إيه. ولما بتروح لبيتها بتلاقي مين مستنيها، وأول ما بتشوفه بتعيط وبتقوله إنها حامل، فبيكون عاوز يروح لوالد الطفل علشان يلاقوا حل، بس هي بتقوله إنها هتتحمل مسؤولية اللي حصل، وبتعرفه إنها شافته مع ران وعارفة إنه مرتبط بيها، بس هو بيقول لها إن الموضوع مش كده، وإن ران في الوقت ده كانت مش في وعيها واعترفت له بحبها، بس هو رفضها وبيسألها إذا كانت هتحتفظ بالطفل ولا لأ، بس هي ما بتكونش عارفة لسه هتعمل إيه، فبيقول لها إنها دايما كانت بتقول إن مصيرها مش عاوزاه ينتهي زي والدتها، وبيقول لها إنه مش عاوزها تندم، فبتقول له إنها هتفكر، وبيكونوا وصلوا لبيتها فبيسيبها وبيمشي. بس بعدها بتلاقي هيون إن جون كان مستنيها وبيسألها على الشخص اللي كانت معاه وإذا كانت مرتبطة بيه، بس هي بتقول له إنهم أصحاب وبتطلب منه إنه ما يعرفش حد في الشركة باللي حصل، فبيوافق. وبنروح لمين وهو بيفتكر ذكرياته مع ران وبيبان عليه إنه بيحبها. أما تاني يوم في الشركة الموظفين بيلاقوا إن نزل لهم مكافأة من المدير الجديد، فبيبقى عندهم فضول يشوفوه، وفي الوقت ده بيظهر جون وبيدخل الشركة وبيكونوا كلهم منبهرين بيه. ولما بتوصل هيون لمكتبها بتلاقي إن الموظفين معجبين بجون، وبيبدأ جون شغله في الشركة وبيبان إنه جاد في شغله، وبيعمل اجتماع، وساعتها بيسأل عن الشخص اللي هيسافر لألمانيا، فبيعرفوه إنها هيون، فبيسألها إذا كانت هتسافر فعلا ولا السفر هيبقى تعب عليها، فبتتضايق منه هيون وبتروح له بعد الاجتماع، فبيسألها إذا كانت هتحتفظ بالطفل ولا لأ، فبتقوله إنها لسه ما قررتش وإن دي مسؤوليتها لوحدها، بس هو بيقول لها إن دي حاجة تخصه هو كمان، وبيطلب منها إنهم يتقابلوا كام مرة كل أسبوع ويدوا لنفسهم فرصة يمكن يحبوا بعض، بس هي بتقوله إنها مش ناوية ترتبط بيه أو تتجوزه. ولما بتخرج هيون من شغلها بتلاقي إن هان بتنادي عليها وبيروحوا ياكلوا مع بعض، فبتسألها هان إذا كانت خدت قرارها ولا لسه، فبتقول لها هيون إن حياتها مهمة بالنسبة لها، بس هان بتعرفها إن الطفل ممكن يكون عبء عليها وممكن تخلف بعد كده لما تكون مستعدة. بس هيون بتلاقي إن والدتها بترن عليها، ولما بتوصل بتلاقيها مش في وعيها، بس بترفض والدتها إنها توصلها وبتسيبها وبتمشي، فبتمشي هيون وراها، وساعتها بيكون جون في نفس المكان وبيسمعها وهي بتتكلم مع والدتها إنها بتبعدها عنها وبتخلي كل اللي حواليها يهرب منها، وبتلومها هيون إنها كانت أنانية وما فكرتش غير في نفسها، وإنها لو كانت مكانها مش هتعمل زيها، وبتعيط وبيتأثر جون بدموعها بس ما بيعرفهاش إنه موجود. وبتحكي هيون لران اللي حصل بينها وبين والدتها، وبتكون خايفة إن مصيرها يبقى نفس مصير والدتها وإنها تندم على اختيارها. أما مين فبيكون بيفكر في هيون، بس بيلاقي إن ران بتقعد جنبه وبتقوله إنه حتى لو رفضها فهيفضلوا أصحاب. وعند هان بنعرف إنها بتخطط إنها تستولي على الشركة، وبيكون جون في الوقت ده بيفكر في هيون ووالدتها، بس ساعتها بيخش عليه والده وبيسأله إذا كانت علاقته مع هان كويسة ولا لأ، وإذا كان لسه في حقد في قلبه من ناحيته بعد الحادثة، وبيقوله إن والدته بتخطط لحاجة. أما والدته فبتلاقي المساعدة جايبالها كذا بنت مرشحة لجون، واللي بيكونوا كلهم من مناصب عالية، بس هي بتكون بتدور على بنت شخصيتها لطيفة وما تبقاش زي هان. وعند هان بتخش لها المساعدة وبتقول لها إن نائب رئيس يونغ ممكن يغدر بيهم، ومش عارفة إذا كانت تثق فيه ولا لأ، فبتقول لها هان إنها هتعرف تسيطر عليه. وبيكون جون في اجتماع، بس بيلاقي المساعد بيعرفه إن في مشكلة، لأن بتكون في شركة منافسة ليهم سرقت فكرة مشروب هم عملوه، فساعتها واحد بيقول إنه ممكن هم اللي سرقوا الفكرة منهم مش العكس، لأنهم نزلوها قبلهم بكتير. فبيسأل جون الشخص المسؤول عن الفكرة، فبيعرفوه إنها هيون.
أما هيون فبتقول لبانج إنهم سهروا على الفكرة دي شهور، ولو كانت قلدتها منهم كان هيتقبض عليها. بس بانج بتقول لها إنها سرقتها علشان تقدر تسافر لألمانيا، وبتزعق ليها وبتعرفها إن بسببها هيحققوا مع الفريق كله، ومش بتكون مصدقاها. وجون وقتها بيكون ندمان إنه سأل عن الشخص المسؤول عن الفكرة، لأنه بيبقى عارف إن كده هيون هتتعاقب. بس لما بيفتح الباب بيلاقيها قدامه، وبتعرفه إنها ما سرقتش الفكرة، وبتطلب إنها تتحمل المسؤولية لوحدها. بس هو بيقول لها إنها تعمل فكرة جديدة، وبعد شوية بيلاقيها داخلة وعرض عليه فكرة كانوا نفذوها قبل كده بس ما بتعجبوش، وبيسيبها لأنه بيكون عنده حاجة يعملها. فبتوقفه وبتمسكه من إيده، بس هو بيشد إيده بسرعة، فبتتصدم من ردة فعله وبتعتذر له. ولما بتكون هيون في الشركة وفي نفس الوقت بيكون جون جايب لها أكل، بس بيلاقيها هي ومين مع بعض وبتطلب مساعدته، فبيتضايق منها. وبتسهر هيون في الشغل علشان تنفذ أفكار جديدة بس ما بتعجبش جون. وفي عربية جون بيزعق له المساعد بسبب إنه بينتقم من هيون بسبب إنها رفضته، بس هو بيقول له إنها ما طلبتش مساعدته، بس بيقول له المساعد إنها حامل وإنها كانت شغالة الفترة اللي فاتت كلها لوحدها، وإنه عارف كويس إنهم اتهموها ظلم. فبيروح جون يطلب لها مشروب يكون مفيد للحامل، وساعتها بيسمعوا مين فبيستغرب وبيطلب لهيون مشروب. ولما بيروح علشان يديهولها بيلاقيها بتشرب المشروب اللي طلبه جون، فبيزعل وبيمشي. وتاني يوم بيقعد فريق الشركة ياكلوا مع بعض، وكانوا هيقولوا لهيون تاكل معاهم، بس سي بتقول لهم إنها مشغولة لأنه بيكون أكل مش مناسب للحامل. أما هيون فبتعرض فكرة جديدة على جون بس بيرفضها كالعادة، فبتسأله عن السبب اللي بيرفض علشانه كل أفكارها، فبيقول لها إن تفكيرها غلط، وبيزعق لها بسبب إنها بتخاطر بصحتها وتحملت المسؤولية لوحدها. وبيسألها ليه ما طلبتش مساعدته، ولما بيقول كده بتبصله هيون باستغراب، فهو بيتحرج منها وبيمشي وبيكون ندمان على اللي قاله، وبيضحك المساعد على كلامه. وساعتها بيجيله مكالمة، وبنعرف إن جون طلب من حد إنه يراقب الرسائل بتاعة موظف معين في الشركة. ولما بينتهي شغل هيون بتروح لران وبتحكي لها كلام جون، وبتعرفها إن جون معاه حق، بس هي كانت عاوزة تتحمل مسؤولية غلطها. وساعتها بتحس هيون بوجع في معدتها، فبتنصحها ران إنها تهدى علشان الطفل. وبعد كده بتروح هيون لبيتها، بس بتلاقي جون مستنيها وبيعرفها إن آخر فكرة قالتها هي أفضل حل ليهم دلوقتي. فبتستغرب إنه جه علشان يقول لها كده، بس بتعرفه إنها عارفة إنه بيحاول يجمل فكرتها وإنها فعلا ما كانتش حلوة. ولما كانت هتكمل كلامها حست بوجع شديد في معدتها، فبيقلق جون عليها وبيروحوا المستشفى وهو بيطمنها إنها هتبقى كويسة. وبيعرف جون من الدكتورة إنها كانت تحت ضغط شديد، وكده ممكن يحصل إجهاض ولازم ترتاح. فساعتها بيفتكر جون إنه كان قاسي عليها وهو اللي حطها تحت ضغط. وساعتها بيلاقي إن مين بيرن على هيون، فبيفتح المكالمة. ولما بيسأل مين على الشخص اللي بيكلمه، فبيقول له جون إنه هو المسؤول على هيون. فبيطلب مين إنه يكلم هيون، بس جون بيقول له إنها نايمة وما ينفعش يرن على واحدة عندها حبيب متأخر، وبيقول له ما يتصلش عليها متأخر تاني، ولو في حاجة مهمة بخصوص الشغل يبعت رسالة. فبيقفل جون المكالمة بسرعة، وبيروحوا يعملوا سونار للجنين، وبيتأثروا لما بيسمعوا نبضات قلبه، وبيبصوا لبعض، وبتطلب منها الدكتورة إنها ترتاح. وبيبان على جون إنه مبسوط. وساعتها بيروحوا الأسانسير، بس بيلاقي جون إن في ناس كتيرة داخلة معاهم، فبيحميها جون وبيحوطها علشان محدش يزقها. أما مين فبيحاول يعرف هو سمع الصوت ده فين قبل كده، فبيروح لران علشان يسألها مين بيكون والد الطفل. بس ران بتفتكر إن هيون منعتها إنها تقول لمين، لأنه ما بيعرفش يخبي أسرار والناس كلها هتعرف. فبتقول له ران إنها ما تعرفش، وبتسأله إذا كان جه علشان يسألها كده، وبتحس إنه بيحب هيون. أما هيون فبيقول لها جون إنها تستناه. فساعتها هيون بتلاقي واحدة حامل وبيكون في إيديها مشروب، فبتروح لها وبتسألها على المشروب، فبتقول لها إنه غير كحولي، واللي بتوزعه شركة تيهان هدية لكل مراكز الرعاية بعد الولادة، واللي بتكون دي الشركة اللي شغالة فيها هيون. وبتعرف إن جون هو اللي بيوزعها، فبتتأثر باللي بيعمله لأنها بتعرف إنه طيب. ولما بيوصلها لبيتها بيعرفها إنها ما تنزلش الشغل دلوقتي لحد لما ترتاح، وإن صحتها أهم حاجة. وبيقول لها إنه فاكر إنها قالت له إن حلمها إنها تعمل مشروب باسمها، مش إنها تسافر ألمانيا.
فبتوافقه هيون، فبيقول لها إنه هيساعدها تحقق حلمها، وبيعرفها إنه هيحترم أي قرار تاخده، المهم ما تحسش بالندم. ولما بتخلص هيون أجازتها بترجع لشغلها، فبيعرفها فريقها إنهم قبضوا على اللي سرب المعلومات، وجون هو اللي اكتشفه، وإنه وعدهم بعشاء جماعي لما ترجع للشغل. فبتكون هيون مبسوطة بتغيير جون، وساعتها هيون بتنادي بانج وبتعرفها إنها مش هتسافر لألمانيا، فبيتصدم الفريق كله من قرارها. أما جون فبيقرر فصل الشخص اللي سرب المعلومات، وبعد كده بيروح يحضر العشاء مع الفريق. وبتكون هيون وصلت للتجمع وبيعرضوا عليها إنها تشرب معاهم، بس هي بترفض، فبيسألوها عن السبب اللي مخليهاش تروح لألمانيا. فبتعرفهم إن في حاجة لازم تاخد بالها منها، وإنها هتقدر تحقق حلمها هنا ومش لازم تسافر. ولما بتخلص كلامها بتلاقي بانج داخلة وبتديلها مشروب تشربه، وبتسألها إذا كانت هترفض مشروب من مديرة فريقها. ولما بتحاول سي إنها تشربه مكانها، بانج بترفض، وبيشجعها الفريق إنها تشرب. وبتكون هيون مش عارفة تعمل إيه، وبتفكر إنها ممكن تاخده وترميه، بس ساعتها بتلاقي جون داخل وبيقول لهم ما يجبروهاش تشرب، وبياخد المشروب من إيديها وبيشربه، وبتبصله هيون بإعجاب. ولما بتخلص العشاء بتلاقي جون وراها وبيغطيها بالجاكيت بتاعه، فبتشكره هيون على إنه قبض على اللي سرب المعلومات، وبتعرفه إنها هتحتفظ بالطفل. فبيبصلها جون وبيكون مبسوط، بس بتقوله إن مش معنى كده إنها هتتجوزه. فهو بيقول لها إنها لو هتحتفظ بالطفل هو مش هيقف عند الحد ده وهيخليها تحبه. بس ساعتها هيون بتلاقي إن فريقها جاي عليهم، فبتتخض وبتقوم من جنب جون، وبيمسكها الفريق وبيقعدوا يرقصوا معاها. بس هيون بتدوخ وكانت هترجع، بس مسكتها سي وقالت لهم إن معدتها بتوجعها بسبب أكل كلته، وإن معدتها ملتهبة وعلشان كده هترجع. وتاني يوم بتصحى هيون مخضوضة من حلم، لأنها حلمت إن الشركة كلها عرفت إنها حامل. وأول ما بتصحى بتروح للحمام علشان ترجع، ولما بتخرج بتلاقي ران موجودة وبيكون معاها أكل، بس بتقول لها ران إنها لقيته على الباب، فبتعرف إن جون هو اللي جايبه ليها. وساعتها بتعرفها هيون إنها قررت تحتفظ بالطفل، فبتفرح ران وبيقرروا إنهم يحتفلوا. ولما بتروح لشغلها بتبعت لجون رسالة بتشكره فيها على الأكل، بس هو بيقول لها إن الأكل كان باقي منه فما فيش داعي إنها تشكره، فبتتغاظ منه. ولما بيوصل جون لمكتبه بيلاقي المساعد هناك، وساعتها بيقوله إن أكيد هيون بتعاني دلوقتي مع الغثيان الصباحي. فبيستغرب جون من إنه عرف، فبيقوله المساعد إنه هو اللي كان بيهتم بإخواته، وبيقوله إن في أكلات بتساعد في الوقت ده زي اليوسفي. ولما بيروح لهيون بيعرف إنها ما بتحبوش، وبيبان إنها زعلانة منه بسبب الرد بتاعه، وبتسيبه لأن بيكون عندها اجتماع. وبيروح يزعق للمساعد وبيعرفه إنه مش هيسمع كلامه في أي نصايح تاني، وبيبان إنه كان جايب لها كمية كبيرة من اليوسفي. ولما بتخلص الشغل بتروح هيون لران وبتديلها كارت لجلسة مساج كانت خدتها هدية، وبتروح هيون باسم ران وبتلاقي جنبها والدة جون واللي بتكون سقعانة. فبتطلب هيون من العاملة إنها تعلي درجة الحرارة، فبتحس والدة جون إنها بنت لطيفة، وبتسألها عن عمرها وبتعرف إن بينها وبين ابنها 4 سنين، وبيكون ده عمر مناسب بالنسبة لها. فبتسألها إذا كانت متجوزة أو مرتبطة بحد، بس هيون ما بتعرفش ترد عليها. فبتروح والدة جون لهان وبتفتح سجل الموظفين وبتكتب اسم ران، لأن ده الاسم اللي هيون دخلت بيه، وكمان ما كانتش شايفة شكلها. ولما بتكون هيون في اجتماع بتحس بالغثيان تاني، بس بتلحقها سي وبتكمل كلامها. أما بانج بتلاحظ إن في حاجة متغيرة في هيون. أما جون فبيخلي سي تسأل هيون عن أكلة هي نفسها فيها، ولما بتقول لها بيروح جون يتفق مع شيف إنه يطبخ لهم الأكلة دي في الشركة، وبتتبسط هيون منه، بس لما بيحط لها الأكل ما بتقدرش تاكله، وبيزعل جون وبيقرر إنه يعمل لها عصير في مطبخ الشركة. لكن لما بيروح يديهولها بيلاقيها مع مين، وبيكون ماسك إيديها وبيديها عصير. ولما بيروح لمكتبه
بيقرر ينتقم من مين وبيناديه وبيخليه يراجع كل تقارير الشركة، فبيتصدم مين وبياخد التقارير ومش بيبقى فاهم السبب. ولما بتخرج هيون من الشركة بتلاقيها بتمطر، فبيشوفها مين، ولما بيروح لها بيلاقيها ركبت في عربية مع واحد بس ما بيشوفش شكله، وبيكون ده جون، وبيدي لهيون العصير اللي عمله لها وبيعرفها انه عمله بنفسه، فبتتبسط هيون. ولما بيلاقي جون ان والدته بترن عليه فبينزل من العربية علشان يكلمها، فبتقوله انها قابلت بنت لطيفة وبتكون عاوزاه يرتبط بيها بس هو بيرفض. ولما بيرجع العربية بيلاقي ان هيون تعبانة، فبيوصلها للبيت وبيهتم بيها، فبتتأثر هيون لان ما كانش حد بيهتم بيها وهي صغيرة، وبيطلب منها انها تاخد اجازة من الشغل وترتاح بس هي بترفض. ولما بتصحى هيون بتلاقي حرارتها نزلت، وساعتها بتفتكر كلامها لجون لما كانت تعبانة، وبتلاقيه بيرن عليها وبيعرفها انه تحت البيت، فبتتوتر وبتنزله وبتنبهر بيه لما بتشوفه وهو بياخد باله انها معجبة بيه. وبتكون هيون فاكرة انهم خارجين في موعد بس بتلاقيه واخدها المزرعة، وبتتصدم انه واخدها في شغل بس بتتبسط بالمكان، وبيقضوا اليوم مع بعض وبيبان على جون انه معجب بيها وعاوزها تتبسط. اما مين لما بيروح لجراج الشركة بيلاقي العربية اللي ركبت فيها هيون يوم المطرة، وبيعرف ان ده مكان الرئيس جون، وبيفتكر المواقف اللي عملها معاه، فبيفهم ان هو ده والد الطفل. ولما بيطلع لمكتب هيون بيلاقيها مش موجودة، وبيعرفوه انها في مهمة مع جون. ولما هيون وجون بيخلصوا شغلهم بيقول لها هيون انها ما تخليش حد يجرحها بكلامه، وان حياتها اهم من اي حاجة. فبتفهم هيون انه شاف الرسالة اللي كانت بعتاها والدتها وبتزعل منه، وبتقوله انه علشان ما عندوش مشاكل فمش بيقدر مشاعر حد وبتسيبه. ولما بتوصل لبيتها بتلاقي مين مستنيها وبيسألها إذا كان جون هو والد الطفل، فبتعرفه إنها كانت هتقوله، فبيسألها إذا كانت هتحتفظ بالطفل، فبتعرفه إنها هتحتفظ بيه ومش هتتخلى عن حلمها. بس هو بيقول لها إنها ما كانتش عاوزة تتجوز ودلوقتي هتخلف طفل، بس هي بتقوله إنها هتقدر تعمل كده. فبيقول لها وهو هيعمل إيه، وبيسألها إذا كان عرض عليها الجواز علشان الطفل وإذا كان هيقدر يعمل كده. فساعتها بيلاقي جون بيرد عليه وبيقوله إنه يقدر يعمل كده، وبيعرفه إنه مش بيلعب بهيون، وإنه بيزعل لو لقى أي حد غريب بيقرب منها أو إنها تكون بتتألم. وساعتها بيسأل هيون هل هو كده بيحبها، فبتتفاجئ هيون وبتقاطع كلامه وبتقول لمين إنه يمشي، وبتطلب من جون إنهم يتكلموا لوحدهم. وساعتها بتقوله إنه ما بيحبهاش وإنه بيقول كده علشان شاف رسالة والدتها، بس هو بيقول لها إنه متأكد إنه بيحبها. بس هيون بتتوتر وبتقوله إن علاقتهم مش هتنجح وبتسيبه. أما جون فبيحس بالإحراج بسبب إنها رفضته، وبيكون مش عارف إزاي هيقابلها في الشغل بعد كده. وبتكون والدتها بتفتح الرسائل وبنعرف إنها بعتت لهيون رسالة بتقولها إنها ندمانة إنها خلفتها وإن حياتها اتدمرت بسببها، وبتكون عاوزة تعتذر لها على اللي هي بعتته بس بتتحرج. وفي الشغل هيون بتتجنب جون لأنها بتكون محرجة منه، فبيقرر إنه يواجهها وبيقول لها إنه مش منتظر منها إنها تحبه، بس هو كان لازم يكون صريح معاها وما ينفعش تفضل تتجنبه. بس هيون بتتوتر من كلامه، ولما بتكون لوحدها بتفكر في جون وكلامه ليها. وتاني يوم لما بتشوفه بتحس إنها بتشوفه لأول مرة وبتفضل مركزة معاه، وفي نفس الوقت بانج والمساعد بيبصوا لبعض وبيبان إن في إعجاب بينهم. أما المساعد فبيستغرب لما بيلاقي جون بيضحك لأن شخصيته كانت باردة، وبيعرف إن هيون ليها تأثير عليه. بس فجأة بيلاقوا خبر إن الموديل بتاع الشركة بتاعتهم عمل حادثة تحت تأثير الكحول، واللي بيكون دبر الحادثة دي هي هان لأنها عاوزة تتخلص من جون. وبيحصل قلق في الشركة بسبب اللي حصل، فبيعمل جون اجتماع مع فريق شركته وبيقول لهم إنهم لازم يلاقوا موديل في أسرع وقت. فبيفكروا الفريق في موديل، فلما بتسمع هيون كده بيجي في بالها جون وبتقول اسمه بصوت عالي، فبتسمعها بانج وبتوافق على اقتراحها وبيقولوا لجون. فبيتصدم جون من اقتراحهم وبيسأل المساعد عن صاحب الاقتراح، فبيجيب له المساعد هيون وبيعرفوا إنها اللي اقترحت، وبتقول له هيون إنه الشخص الوحيد اللي جه
جه على بالها، فبيوافق هيون لكن بشرط إنها توافق إنه يبقى معاها لما تروح للدكتورة. فبتوافق وبيروحوا للتصوير، بس ما بيعرفش جون إنه يضحك، فبتطلب منه هيون إنه ياخد استراحة، وبتطلب منه إنه يقلدها ويبتسم زيها. فلما بيبصلها جون بيبتسم تلقائي، وبعدها بيرجع للتصوير وبيصوروا الإعلان وبيكونوا منبهرين بيه. وتاني يوم لما بينزل الإعلان الناس بتبقى معجبة بجون وبينجح نجاح كبير، وده بيخلي هان تتعصب وبترن على يونغ، وبتعرف إن هيون هي صاحبة الاقتراح، فبتتضايق وبيبان إنها ناوية تأذيها. وبتكون والدته في الوقت ده فخورة بيه، وبتكلم صاحبتها وبتعرفها إنها لقت البنت المناسبة لجون وهترتب لهم مقابلة مع بعض. أما هيون لما بتكون في كافيه بتلاقي جون داخل، فبيعجب بيه كل البنات لأنهم شافوه في الإعلان، فبتتضايق منه وبتسأله إذا كان مبسوط إن كل البنات معجبة بيه، فبيفهم إنها بتغير عليه بس هي بتنكر. ولما بتروح هيون تقعد مع صحابها بتعرفهم إنها قلقانة إن الناس تفهم إنها حملت علشان تتجوز واحد غني، بس مين بيقول لها إنه هيضرب أي حد ممكن يقول لها كده. بس ران في الوقت ده بتزعل لأنها بتعرف إنه بيحب هيون. ولما بتروح هيون للحمام بتلاحظ ران إنه مهتم بيها على عكسها، وبتقوم وبتقوله إنه يفكر كويس هل هو بيحب هيون ولا دي صداقة، وبتسيبه. ولما بتوصل لبيتها بتفتكر ذكرياتهم مع بعض، وبتكون زعلانة إنه اختار هيون علشان يحبها لأنها صاحبتها الوحيدة واللي مش قادرة تغير منها حتى. وتاني يوم في الشغل بيلاقي هان قاعدة مكانه، وبتعرفه إنها عارفة بحمل هيون، وبتسأل إذا كان موظفين الشركة عارفين ولا لأ، وبتفكروا إنه كان السبب في الحادثة اللي حصلت لأخوه لأنه ساب إيده. وبتمشي هان، بس جون بيبان عليه التعب وإيده بترتعش لما بيفتكر الحادثة، فبيخش يطمن عليه المساعد وبيعرفوا إن في اجتماع، فجون بيقوله يمشي دلوقتي وهو هيبقى كويس. وساعة الاجتماع في واحد بيسلم على جون، بس بيتوتر جون وبيضطر إنه يسلم عليه بسرعة وبيمشي، بس لما بيخرج بيفتكر الحادثة وكل الذكريات بتطرده، فبيحس بالتعب. وساعتها بتلاقيه هيون تعبان، فبتروح تطمن عليه بس هو بيغمى عليه، وبتمسكه هيون بس بتكون قلقانة لأن ده وقت خروج الموظفين، وبتخاف إن حد يشوفهم في الوضع ده ويفهم غلط، فبتوقف الأسانسير. وبيروح المساعد لأوضة الكاميرات علشان يشتت انتباه الموظفين، وفي نفس الوقت بيكون فريق هيون مستني الأسانسير. ساعتها المساعد بيرن على سي علشان تاخد فريقها وينزلوا على السلالم. أما هيون فبتكون في الوقت ده بتحاول تفوق جون، ولما بيفوق جون بيفتكر اللي حصل وبيكون زعلان إنها شافته ضعيف. ولما بيجي يحكي لها عن اللي حصل بتغير الموضوع علشان ما يتحركش، وبتعرض عليه إنهم يروحوا ياكلوا مع بعض. وبنروح لمين اللي بيتأكد من مشاعره ناحية هيون، وبيكون عاوز يعترف لها بحبه بس بيتردد. وبتكون هيون بتحاول تخفف عن جون لأنها بتحس إنه تعبان، وبتعرفه إن مش لازم يشرح لها اللي حصل وهي متفهمة، فبيشكرها جون وبيبصلها وهو مبسوط باللي عملته علشانه. وتاني يوم في شغل هيون بيكونوا متحمسين لأن في مسابقة لتطوير منتج جديد، وبانج بتشجعهم إنهم ياخدوا المركز الأول، وبيعرفوا إن الفايز له 10 مليون. أما والدة جون فبتديها المساعدة بيانات ران، وبتقول لجوزها إنها بنت لطيفة قابلتها في الصالون وحاسة إنها هتليق على ابنها. ولما بتكون هيون في بيتها بتبقى محبطة لأن ما عندهاش أي وصفة للمشروب بتاع المسابقة، بس بتلاقي مين بيكلمها وبيعرفها إنه هيوصلها للشغل تاني يوم. وتاني يوم لما بتكون في عربيته بيسألها إذا كانت فاضية يخرجوا مع بعض لأنه عاوز يقول لها حاجة، فبتستغرب لأنه ممكن يقولها دلوقتي، بس هو بيعرفها إنها حاجة مهمة، فبتقوله إنها هتفضي نفسها، وبتعرفه إن عندها فحص عند الدكتورة الأسبوع ده وإنها خايفة تروح لوحدها، بس جون هيجي معاها المرة دي ودي حاجة مطمناها. فبيزعل مين بس مش بيبين لها حاجة. ولما بيوصلوا للشركة بيلاقوا جون قدامهم، فبيسأل هيون إذا كانوا جايين مع بعض، فهي بتقوله إن مين وصلها، فبيغير عليها. ولما بتسيبهم هيون بيقول جون لمين إن الموظفين ممكن يفهموا غلط لما يشوفوهم مع بعض، بس مين بيعرفوا إنه ناوي يعترف لهيون بمشاعره ليها، وبيتحدوا بعض على اللي هيكسب قلب هيون.
وساعتها بنلاقيهم بيراقبوا هيون، ولما بيعرفوا إن رقبتها تعباها بتلاقي هيون إن مين بيجيب لها مخدات علشان تريح رقبتها. بس ساعتها بتعرف إن جون جاب لفريقهم كرسي للتدليك، وبيبص جون لمين نظرة انتصار كأنه كسب أول تحدي. ولما بتروح هيون للكافيه بتلاقيهم الاتنين وراها، وكل واحد بيعرض عليها مشروب معين تشربه، وبتلاحظ إن الاتنين بينافسوا بعض وكل واحد بيديها حاجة مختلفة، فبتسيبهم وبتمشي وهي مستغربة. ولما بتكون ماشية مع سي بتقول لها إنها نفسها تاكل شوربة معينة، بس بتخاف لما بتقول كده وبتتلفت حواليها وبتطمن لما ما بتلاقيش مين أو جون سمعوها. ولما بتمشي من المكان بنلاقي إنهم سمعوها وكانوا مستخبيين، وبيروح مين يطلب من مطعم يعرفوا الشوربة اللي هي طلبتها. أما جون فبيطلب الأكل من بلد تانية بالطيارة لأنها بتعملها بمكونات فريش، وبيروحوا لهيون علشان يدولها الأكل، بس بتتضايق من ريحة الأكل وبتلاقيهم بيتخانقوا مع بعض فبتزعق لهم وبتطردهم. وساعتها بياخدهم المساعد لمطعم علشان يتصالحوا، فجون بيقول لمين إنه يعترف بالهزيمة، بس مين بيعرفوا إنه يوم مش هينفع ينافس 15 سنة، وبيعرفوا إنه يعرف كل حاجة عن هيون، وبيقول له إنه حتى ما يعرفش إيه أكلتها المفضلة. أما هيون فبتكون شايلة شنط كتير واللي بتكون خدتها من جون ومين، وبتستغرب من تصرفاتهم. وبعد شوية بتلاقي جون بيعرفها إنه تحت بيتها، ولما بتروح له بتلاقي معاه شنط فيها أكل كتير، وبيكون مش في وعيه، وبيقول لها إنه ما يعرفش هي بتحب إيه فاشترى لها كل حاجة، وبيديها الأكل وبيسألها عن أكلتها المفضلة وعن هواياتها، وبيعرفها إن مين يعرف عنها كل حاجة أما هو ما يعرفش عنها حاجة. بس هي بتقول له إنهم يوقفوا المنافسة اللي بينهم علشان محدش يشك في حاجة، وكده هي اللي هتتكشف. بس هو بيسكتها وبيقول لها إنه مش هيخلي أي حاجة تحصل. ساعتها بنلاقي المساعد بيروح على الشركة علشان يلحق يشوف بانج، وبيديها مشروب، فبتشكره وبتقول له إنه الناس شايفاها قاسية علشان بتشتغل كتير، بس هو بيقول لها إنه شايفها جميلة، فبتضحك له. بس بيلاقي إن هيون بترن عليه وبتعرفه إن جون عندها، فبيستغرب لأنه كان لسه موصله لبيته. أما هيون فبتخلي جون ينام في بيتها لأنها بتقلق عليه يمشي لوحده، وبتسيبه علشان ينام على الكنبة، بس هو بيطلب منها إنها تقعد معاه شوية لحد ما ينام. وبيحكي لها إن اليوم اللي اتقابلوا فيه في الكافيه كان يوم جميل بالنسبة له لأنه كان معاها، وبيقول لها إنه عارف هي بتعاني من إيه، بس هو مش هيسيبها لوحدها. وبينام، فبتتأثر هيون من كلامه وبتحس إن قلبها بينبض بسرعة. وتاني يوم لما بيصحى جون بيلاقي نفسه في بيته، والمساعد بيديله مشروب يشربه علشان يفوق، وما بيكونش فاكر أي حاجة حصلت في اليوم اللي قبله. بس بيلاقي هيون بتطمن عليه إذا كان وصل لبيته، فبيستغرب، وساعتها بيفتكر كل اللي هو عمله لحد ما المساعد جه لبيت هيون وخده. فبيتحرك جون من نفسه وبيخش أوضته وهو ندمان. وساعتها بتكون هيون خارجة من شغلها، بس بتلاقي والدتها بتنادي عليها وبتسألها هي ليه ما بتردش على اتصالاتها، فبتروح لها وبتلاقي والدتها بتديها كارت لمكان ممكن تنزل فيه الطفل، وبتعرفها إنه آمن. بس هيون بتقول لها إنها هتحتفظ بيه، وبتكون هيون فاكرة إنها جاية علشان تعتذر بسبب اللي عملته. بس والدتها بتسألها هل هتتجوز والد الطفل بعد اللي حصل، بس هيون بتقول لها إنها مش عاوزة تتجوز. فبتتعصب عليها والدتها وبتقول لها إنها معرفتش تربيها، وبتعرفها إنها مش هتتدخل تاني في حياتها، وبتمشي. ولما بتنادي عليها ما بتردش. ولما بتروح هان لوالد جون وبتسأله إذا كان هيرجع للشغل ولا لأ، فبيقول لها ساعتها بتقول له إن سنوية جوزها قربت، وبتطلب منه إنها تاخد شركة تيهان اللي ماسكها جون. فبيسألها هيحصل إيه لو رفض، فهان بتعرفه إنه هيشوف بنفسه هيحصل إيه لو رفض. أما هيون فبتكون رايحة لمين وبتطلب منه إنه يوقف المنافسة اللي بينه وبين جون، وبتسأله عن سبب كل اللي هو بيعمله. فهو بيسألها إذا كانت مش فاهمة فعلا، فبتستغرب من كلامه، بس هو بيقول لها إنهم يتكلموا وقت تاني وبيسيبها، وبيبان عليه إنه زعلان. ساعتها ران بتكون بتفكر في مين إذا كان اعترف لهيون، وبتلوم نفسها إنها حبته، وبتفتكر أول لقاء ليهم لما عرفتها هيون عليه، وبنعرف إنها حبته من أول ما شافته. أما جون فبيلاقي إن ميعاد الدكتورة في نفس اليوم، فبيكلم هيون وبيعرفها إنهم هيتقابلوا لما يخلص شغل. بس بيدخل المساعد وبيبان عليه القلق، وبيعرفوا إن والده في المستشفى ومش بيكونوا عارفين السبب اللي وصله للحالة دي، وبيعرفوا المساعد إنه هيدور ويعرف السبب. أما مين فبيلاقي هيون ماشية لوحدها عند الدكتورة، وبيبان عليها التوتر، وبيستغرب إنها لوحدها. وبتكون هيون مستنية جون إنه يوصل، بس بتلاقيه بيقول لها إنه مش هيعرف يجي، ويبقى يروحوا مع بعض بعد كده. فبتزعل، بس بتقول لنفسها إنه أكيد مشغول. وساعتها بتلاقي إن مين قاعد جنبها وبيعرف
بيعرفها إنه شافها داخلة لوحدها وعارف إنها متوترة، وبيقول لها إنه هيفضل معاها لحد لما تظهر التحاليل. أما جون فبيكون قاعد مع والده، بس بتخش عليه والدته وبتقوله إنه يروح الميعاد اللي كان متفق عليه، بس هو بيقول لها إنه أجل الميعاد، بس هي بتصر إنه يروح ميعاده، وبتعرفه إنها هتاخد بالها من والده وهترن عليه لما يفوق. فبيبعت جون رسالة لهيون إنه هيروح لها عند الدكتورة، وأول لما بيوصل بيلاقيها مع مين وبيشوفه وهو بيديلها الجاكيت بتاعه، وبيلاقي هيون بعتاله رسالة إنه مش لازم يجي. فبيمشي جون وهو زعلان، وبيلاقي إن والدته بترن عليه وبتعرفه إن والده فاق، وبتقوله إنه مش لازم يجي لأنها هتاخد بالها منه، بس هو بيقول لها إنه هيجيلهم. أما مين فبيروح ياكل مع هيون في المطعم، وبيكون ماسك صورة البيبي وبيبصلها وهو مبسوط. فبتفرح هيون من تعابيره على الصورة وبتشكره على اللي عمله علشانها، بس بيقول لها مين إن أهم حاجة عنده إنها ما تكونش قلقانة. فبتتبسط من كلامه، وبتقوله إن الأكلة اللي بياكلوها دي مرتبطة بذكرياتهم في الماضي، وإن كل ما كانت بتزعل كانت بتاخده وبيروحوا ياكلوها. فبيقول لها مين إنه بيحب ياكل معاها، فبتسأله هيون عن الحاجة اللي كان هيعملها لو رجع للماضي. فبيسكت مين شوية وبيعرفها إنه كان هيعترف لها بحبه، لأنه ندم إنه استنى كتير لحد ما في واحد سبقه، وبيقول لها إنه عاوز يفضل الحارس بتاعها ويحميها دايما. فبتتصدم هيون من اعترافه، ولما بتوصل لبيتها بتكون زعلانة إنه اعترف في الوقت ده، وبتلاقي إن ران بتجيلها وبتديها هدية. فلما بتفتحها هيون بتلاقيه لبس للبيبي، فبتتأثر وبتشكرها، وبتعرفها ران إنها اشترته مع مين، وبتقول لها إنه كان زعلان في اليوم ده ومختارش معاها أي حاجة وسابها تشتري اللبس لوحدها. فما بتردش هيون، وبتلاحظ ران إن فيها حاجة متغيرة هي كمان، وبتلاقي إن مين لسه مردش على رسايلها. وتاني يوم الكل بيلاحظ على جون إنه مش مركز معاهم، فبيقرر إنه ياخد استراحة من الاجتماع. ولما بيخرج بيلاقي هيون قدامه، واللي بتتفاجئ لما بتلاقيه لأنها ساعتها كانت فاتحة الموبايل وبتبص على رسايله، وأول ما بتشوفه بتقفل الموبايل بسرعة، وبتقوله إنه أكيد كان مشغول علشان كده مجاش، وإنه عادي في ستات كتير بتروح لوحدها عند الدكتورة، وبتسأله إذا كان حل المشكلة اللي كانت عنده. فبيقول لها إنه حلها ومفيش داعي إنها تقلق. فبتستغرب هيون طريقته معاها، وبتتضايق، وبيقول لها جون إنه عنده اجتماع، وبيسيبها وبتلاحظ إنهم متضايقين من بعض. أما هيون ما بتكونش فاهمة هو متضايق ليه، لأنها هي اللي مفروض تتضايق لأنه خالف وعده معاها. وبتلاقي ران بتقول لها إنها عاوزة تشوف صورة البيبي، فبتفرح، ولما بتيجي ترسلها لها بتبعتها بالغلط لجون. فبتتخض من اللي عملته، ولما بتبص لجون بتلاقيه شاف الصورة ومردش عليها، فبتتغاظ أكتر إنه تجاهلها. أما عند جون فبيلاقي إنه الصورة لسه بتحمل وما بيكونش شافها، وبعدين بيلاقي الرسالة اتمسحت، فبيستغرب وبيكون عنده فضول يعرف هي بعتت إيه. ولما بيكون جون في بيته بيبقى لسه عنده فضول يعرف هي بعتت إيه، وبيكون متردد إنه يسألها، بس بيلاقي إن جاياله. ولما بيسألها جون عن مين بتقوله إنه صديق لهيون، وبتفهم إنه بيغير منه. أما هيون فبتحكي لران إنه تجاهل الصورة اللي بعتتها له، بس بتعرفها ران إنه ممكن ما يكونش شافها، وبتنبهها إنها بقالها كتير بتتكلم عن جون. وبعدين بتقول لها إنها هتعزمها على الأكل مع مين. فلما بتسمع هيون إن مين هيحضر بتتحجج، وبتعرفها إنها مش هتقدر تيجي، بس ران بتحس إنها بتتجنبها. وتاني يوم لما بيروح جون لمكتبه بيلاقي مين هناك، وبيعرفه إنه خلص التقارير اللي كان طالبها منه، بس مين بيعرفه إنه محتاج يمشي لأنه هيعدي على قسم التطوير، واللي بيكون نفس القسم اللي شغالة فيه هيون. فجون لما بيسمع كده بيخلي المساعد يديله مهمة جديدة علشان يشغله بيها عن هيون. أما المساعد فبيلاقي بعتاله إنها عاوزة تقابله، ولما بيروح لها بتعرفه إن جون وهيون حصل بينهم حاجة، فهو بيأكد على كلامها لأنه لقى جون تصرفاته متغيرة، وبيفكروا في خطة علشان يصلحوا ما بينهم ويجمعوهم تاني. وبعد الشغل بتروح مع هيون يتفرجوا على فيلم رومانسي، وفي نفس الوقت بياخد المساعد جون للسينما، وبيعملوا نفسهم متفاجئين إنهم قابلوا بعض، وبياخد المساعد وبيسيبوا جون وهيون لوحدهم، واللي بيكونوا مستغربين اللي بيحصل وبيروحوا يلعبوا مع بعض. ولما وقت الفيلم بيجي بنلاقيهم كل واحد عمال يبص للتاني، وبيفتكروا يومهم اللي قضوه في المزرعة، وبيضحكوا لبعض. وساعتها بيبص المساعد وبيفرحوا إن خطتهم نجحت. ولما بينتهي الفيلم جون بياخد هيون وبيقترح إنهم يمشوا بعيد عن المساعد، وبتكون هيون مترددة إنها تفتح معاه موضوع الصورة اللي بعتتها.
وبيكون دي نفس الحاجة اللي بيفكر فيها جون. ولما بتتكلم هيون بتسأله عن السبب اللي خلاه مش بيرد على الصورة، فلما بتوريه الصورة بيفرح جون. ساعتها هيون بتبص للطريق قدامها وبتحكيله إنها زهقت من الشغل، فبيعرفها إنها لو عاوزة تروح أي مكان هو هياخدها. فبتتبسط وبتسأله عن السبب اللي كان مخليه متضايق، فبيعرفها إن والده كان في المستشفى بس هو دلوقتي كويس. وساعتها بتلاقي هيون إن مين بيرن عليها، فبيطلب منها إنها تفضل معاه الوقت ده، فبتوافق وما بتردش على مين. ولما بينام جون بيحلم إن مين وهيون ارتبطوا، فبيصحى متضايق، وساعتها بيلاقي اتصال من المساعد وبيعرفه حاجة بخصوص والده. أما عند والد جون بيلاقي إن جون داخل عنده وبيقوله إنه عارف إن هان راحت له في اليوم اللي تعب فيه، وبيسأله عن الكلام اللي اتكلموا فيه وقتها. بس ساعتها المساعدة بتلمس إيده بالغلط، فبيشد إيده بسرعة وهو متوتر، وبيلاحظ والده اللي حصل وبينبه عليه إنه ما يخليش حد يشوف ده علشان محدش يستخدمها ضده من إدارة الشركة، وبيقترح عليه إنه يكمل علاجه النفسي في أمريكا زي المرة اللي فاتت. بس جون بيعرفه إنه مش هيهرب تاني وبيسيبه. أما والدة جون فبتروح تقابل والد ران علشان يحددوا ميعاد لأولادهم إنهم يتقابلوا فيه. أما ران فبتروح تجيب أكل وبتلاقي مين هناك وبتزعل منه إنه بيتجاهلها آخر فترة، وبتخليه يجيب لها أكل على حسابه. ولما بترجع لبيتها بتلاقي والدها موجود وبيسألها إذا كانت مرتبطة بحد، وبيعرفها إنها لو خرجت في الميعاد اللي هو رتبه لها مش هيضايقها تاني وهيديها ورثها. فبتفرح ران وبتسأله إذا كان شاب كويس، بس هو بيقول لها إنه كويس جدا وما بيعرفهاش مين هو الشاب ده، وبيقول لها إنها هتقابله مرة واحدة بس، فبتوافق. أما هيون فبتكون راحة شغل مع فريقها وبيكون مين معاهم، وبيبان إن هيون بتحاول تتجنبه، فبيعرفها مين إنه عاوزها تاخد وقتها في التفكير ومش عاوز يبقى عبء عليها، وبيطلب منها إنها تعامله بشكل طبيعي. ولما بيوصلوا للمكان بيلاقوا إن جون هو كمان وصل، فبيستغربوا وجوده وبيعرفهم إنه جه علشان كان عنده شغل قريب من هنا، وبيرخم عليه مين. فبتتدخل هيون علشان تهدي الدنيا بينهم. ولما بيكون جون ومين لوحدهم بيقول مين إنه اعترف لهيون بحبه، فبيقول له جون إنه كده بيخش في النص بينهم وإنه بس متعلق بالماضي. بس بيرد مين إن الشخص اللي في النص هو أنت، وبيروح يساعد هيون. فلما بيشوف واحد من الفريق إنه بيساعدها بيقترح على هيون إنها ترتبط بشخص زي مين، فبتتكسف هيون من كلامه وبتغير الموضوع. بس جون بيتضايق وبيمشي، فهيون بتروح وراه. فساعتها بيعرفها جون إنه جالها يوم الدكتورة ولقاها موجودة مع مين، وبيعرفها إنه ما يهموش الشخص اللي هي بتحبه لأنه هيحميها هو وابنه وهيفضل جنبهم وهيقوم بواجباته. وبيمشي وبيكون مين سامع كلامه. وتاني يوم بيكون مين في مطعم، بس ساعتها بيسمع بنات شغالة في المطعم بتقول إن الرئيس جون اللي كان في الإعلان عنده ميعاد مع بنت، وبيكون عندهم فضول إنهم يشوفوا البنت اللي هيقابلها. فساعتها مين بيرن على هيون وبيعرفها اللي حصل، فبتركب تاكسي وبتروح له. وفي نفس الوقت بيكون جون قاعد مع والدته وبيكون عاوز يمشي، بس ساعتها بيلاقي ران داخلة مع والدها، واللي أول لما بتشوفه بتتصدم. وساعتها بيقوم جون وبيعرفهم إنه ما كانش يعرف إنه ميعاد للتعارف، وبيعتذر ليهم وبيعرفهم إنه والدته عملت كده لأنها ما تعرفش إنه مرتبط، وبيسيبهم وبيمشي. ولما بتحاول إنها تناديه ما بيردش وبتتكسف من اللي عمله. وفي نفس الوقت لما بيخرج جون بيستغرب لما بيلاقي هيون واقفة قدام المطعم، بس بيمسكها جون وبيسألها عن سبب وجودها، فهي بتتشجع وبتطلب منه إنه ما يروحش يقابل البنت، وبتعترف له بحبها. فبيفرح جون باعترافها وبيقول لها إنه ما كانش يعرف حاجة بخصوص الميعاد، وإن والدته هي اللي رتبت كل حاجة، وبياخدها علشان يوصلها لبيتها. وبيكون عاوز يجيلها الصبح علشان ياخدها للشغل، لكنها بترفض لأنها بتكون خايفة حد يشوفهم مع بعض، وبتعرفوا إنهم هيشوفوا بعض في الشغل. أما عند والدته فبتكون محرجة من الموقف اللي اتحطت فيه، وبتقول لمساعدتها إن جون بيواعد بنت وما بتكونش عارفة هو بيكذب عليها ولا دي حقيقة. وبتقول لها إن ران اللي شافتها مش هي نفس البنت اللي قابلتها في الصالون لأن الصوت مختلف. وتاني يوم في الشغل بتلاقي هيون إن جون داخل عليهم ومعاه أكل للفريق كله. لما عارف إنها جعانة فبتتبسط هيون من اهتمامه بيها، وبعد ما بتاكل بيسمعها لما بتقول إنها تعبانة وعاوزة ترتاح، فبيقرر إنه يدي للشركة كلها ساعتين راحة. فبيستغرب الموظفين لأنها أول مرة
بتحصل في الشركة، وعند هان بتلاقي إن في واحد اسمه لي عندها في المكتب، واللي بيكون شخص كانت مرتبطة بيه بس خانها، فقررت إنها تدمر المشروع بتاعه، وبيكون جاي علشان يعتذر لها بس هي بتهينه. أما هيون فبتكون مترددة إنها تختار مشروب غير كحولي في المسابقة، ولما بتعرض الفكرة على فريقها بيرفضوا في البداية الفكرة، بس هي بتقدر تقنعهم وبتعرفهم إن اتجاه الناس دلوقتي إنهم يهتموا بصحتهم. وبعد ما بتخلص اجتماعها بتتكلم مع مين وبتقوله إنه شخص لطيف، وبتعرفه إنها كانت في الأول فاكرة إنها بتحبه لحد ما قالها على الميعاد بتاع جون، وهنا اتأكدت من مشاعرها ناحية جون، وبتعرفه إنها بتحب جون، وبتعتذر له إنه ما سمعش الإجابة اللي كان مستنيها، بس مين بيقول لها إنه كان متوقع كده، وبيعرفها إنه مش هيستسلم وهيفضل يحاول، وبيسيبها وهو زعلان. وفي الشغل بالليل بيجيب جون لهيون أكل، وبيلاحظ إنها مش كويسة، فبيعرفها إن بطنها بدأت تكبر وحاسة بالضغط، وبتحاول إنها تسهل الشغل على الشخص اللي هيجي بعدها، بس ساعتها بيتفاجئوا إن في حد بيدخل المكتب، فبيستخبوا بيلاقوا إن المساعد وبانج داخلين مع بعض، وبيعرفوا إنهم مرتبطين، فبيخرجوا من الشركة وبيطلبوا تاكسي. ساعتها هيون بتلمس إيد جون بالغلط، فبيشد إيده بسرعة وبيركبها التاكسي لوحدها، وبيعرفها إنه وراه شغل وهي بتستغرب من طريقته، وبيكون في نفس الوقت حد بيصورهم. أما مين فبيكون قاعد لوحده زعلان، وبيلاقي إن ران بتقعد جنبه، وبتسأله إذا كانت هيون رفضته لأنه بيفكرها بنفسها لما اترفضت منه، فبيحكي لها إنه زعلان لأنه ضيع فرص كتير كان ممكن يعترف لها فيها بحبه. أما جون لما بيوصل لبيته بيندم إنه سابها لوحدها، وبيقرر إنه يعوضها ويخرجوا مع بعض. وتاني يوم بتكون هيون بتجهز نفسها وبتلاقي كل لبسها صغر، ولما بتنزل لجون بيلاحظ كده، فبياخدها يشتري ليها هدوم. ولما بيخرجوا من المحل بيقابلوا هان، فبتسلم عليها هيون، وبيستغرب جون إنها تعرفها، فبتقوله إنهم اتقابلوا صدفة. فبيفهم جون إن هان كانت قصدها تقابلها، وبتقوله هان إن والده ووالدته هيفرحوا لما يعرفوا إنه ارتبط، وبتسأله إذا كانوا قادرين يمسكوا إيد بعض، فبيقول لها جون إن دي حاجة تخصهم، وبياخد هيون وبيمشي. وبعد كده بيروح جون لهان، وبيقول لها إنه وعد سي إنها تاخد الشركة، فليه هي قربت من هيون، وبيحذرها إنها لو لمستها بعد كده هو هيأذيها. وبيكمل كلامه إنها بتلومه بسبب موت جوزها، بس هي دلوقتي تجاوزت حدودها وهيحمي اللي بيحبهم منها، فبتقوله إنه لازم يبذل أقصى جهد عنده علشان يحميهم. وتاني يوم هيون بتاخد جون وبينزلوا للملاهي وبيتبسطوا بوقتهم، بس في آخر اليوم لما هيون كانت هتنزل من على اللعبة بتقول لجون يمسك إيديها، بس هو ما بيرضاش، وبتزعل هيون منه، بس هو بيغير الموضوع. أما عند ران بينزلها والدها في ميعاد تاني، فلما بتروح له بتلاقيه شخص كويس وبيفكرها بمين، وبتكون زعلانة لأنها بتحب مين ومش قادرة تكون مع حد تاني. ولما بتوصل هيون لبيتها بتسأل جون عن السبب إنه مش بيلمس إيديها، بس بتلاقي والدتها جاية وبتتخانق معاها بسبب إنها مش عاوزة تتجوز، فهيون بتعرفها إنها خايفة من الجواز بسببها. وبيروح جون ورا هيون وبتحكي له إن أهلها كانوا بيحبوا بعض، بس لما خلفوها بدأ والدها إنه يخون أمها، وبعد كده اتطلقوا. فبيحكي لها هي كمان على اللي حصل لأخوه، وإنه مش قادر يلمس حد بعد كده لأن جسمه بيتجمد. فبتتصدم هيون لما بتعرف وبتعتذر لجون إنها كانت بتضغط عليه. وأما هان فبتعمل اجتماع سري مع إدارة الشركة وبيبان إنها ناوية على حاجة. وتاني يوم في الشغل بتدخل موظفة وبتعرفهم إن في موظفة حامل من رئيس الشركة، فبتتصدم هيون لما بتسمع كده وبتروح علشان تقرأ الخبر اللي نزل، وبتزعل لما بتلاقي التعليقات بتقول إنها أغوت جون علشان الفلوس. ولما المساعد بيقول لجون بيكون عاوز يروح يطمن عليها، بس بيمنعه وبيعرفه إن الموظفين مراقبينه دلوقتي وما ينفعش يكلمها. وبنروح لهيون واللي بتكون في اجتماع وبتلاقي بانج داخلة وفي ايديها مشروب هي عملته للمسابقة وبتديه لهيون علشان تجربه، بس هيون بتتوتر. فساعتها بانج بتسألها إذا كانت حامل، وبيتفاجئوا بجون داخل وبيزعق لبانج على اللي هي بتعمله، وساعتها بيتصدموا كلهم من وجوده، وبيلاقوا المساعد وراه وبيزعق لهيون بسبب مشكلة حصلت في المنتج الجديد، فهو بيزعق لها بصوت عالي لدرجة إن كل الفريق بيتخض، وبيطلب منهم جون إنهم يطلعوا بره. وساعتها بيشاور لها المساعد، فبتفهم إن جون بيعمل كده علشان يبعدها عن الإشاعات. وبيكمل جون زعيق ليها، بس في نفس الوقت بيعتذر لها بإيده. ولما بيخرج بيروح الفريق يطمنوا عليها بعد اللي حصل، وبيكون مين موجود وبيعرفها إنه خاف عليها لما سمع الإشاعات اللي طلعت، وبتلاحظ إنه متضايق وقلقان عليها على عكس طبيعته الهادية، بس هي بتطمنه وبتعرفه إنها هتحل الموضوع لوحدها. وفي مكتب جون بيعرفوا المساعد إنه بيحاول يوصل للي نشر الأخبار، بس الموضوع صعب،
ولما المساعد بيفتح موبايله بيتصدم، وبنعرف إن في أخبار نزلت إن الرئيس جون اتسبب في حمل موظفة وضغط عليها إنها تنزل الطفل، وبيكون في صحافة كتير واقفين عند الشركة بيذيعوا نفس الخبر، وبتكون التعليقات كلها ضده وبيشتموه وبيقولوا إنهم هيقطعوا مشروبات الشركة بسبب اللي جون عمله. وبيقترح ساعتها المساعد إنهم يطلعوا في مؤتمر صحفي، بس جون بيرفض لأنه بيكون خايف على هيون إنها تتكشف. وبيتفاجئوا ساعتها إن والده بيخش عليهم وبيكون فاكر إن اللي اتنشر هالأخبار مش حقيقة، فبيعرفوا جون إنه في جزء منه حقيقي، وهو إنه بيحب واحدة وحامل منه. فبيفهم والده إنه ما كانش عاوز يتجوز علشان كده، وبيقول له والده إنه ينسى البنت دلوقتي ويعمل لقاء وينكر الخبر اللي نزل، لأن اللي حصل هيضر الشركة واللي شغالين فيها. بس جون بيكون رافض. أما هيون فبتحاول تتواصل مع جون، بس بتلاقي موبايله مقفول، وبتسمع الموظفين بيتكلموا إن أسهم الشركة انخفضت، وبنلاقي إن بانج واقفة وراها وبيبان إنها شاكة فيها. فبتروح بانج بعد كده للمساعد وبتسأله إذا كان الخبر اللي انتشر صحيح، بس هو بيتهرب منها. فبتعمل اجتماع مع فريقها وبتجيب لهم قهوة، فبياخد الكل ما عدا هيون اللي بتقول لها إنها شربت الصبح. بس بانج مش بتقتنع، وبتقول لها إنها عاوزة تعرف السبب الحقيقي اللي بيخليها ما بتشربش، وبتضغط عليها وبتخيرها إنها تقول الحقيقة أو تسيب شغلها، وبتسيبها وبتمشي. أما جون فبيكون قلقان على هيون، وبيعرفوا المساعد إنه جهز المؤتمر، بس بيسألوا جون إذا كان ده المفروض يعمله، فبينصحوا المساعد إنه يفكر بعقله مش بمشاعره، لأن أي كلمة هيقولها هتأثر على الشركة. وفي آخر اليوم بتروح هيون للمطعم وبتستنى ران، بس بتلاقي بنات بيتكلموا على جون بكلام مش كويس، فبتقوم تتخانق معاهم، وكانت لسه هتقول لهم إنها حبيبته بتوقفها ران وبتهديها. ولما بتروح لبيتها بتلاقي جون مستنيها، فبتعيط لأنها كانت قلقانة عليه، بس هو بيعتذر لها لأنه كان مشغول، وبيطمنها وبيقول لها إنه هيحل كل حاجة وإنها ما تتدخلش علشان ما يفتكروش إن كل إنجازاتها كانت بفضله مش بمجهودها. أما والدة جون فبتكون قلقانة عليه، وبتلاقي إن هان بترن عليها وبتعزمها على قهوة، ولما بيتقابلوا بتعرفها إن الأخبار اللي انتشرت حقيقة فعلا، وإن البنت اللي مرتبط بيها بتبص لفلوسه ومنصبه. فبتتوتر والدة جون، وساعتها هان بتقول لها إذا كان الولد اللي هيون حامل فيه ابن جون ولا من حد تاني. وجون ساعتها بيكون في اجتماع، وبينصحوا الفريق إنهم ينكروا الأخبار، لأنه لو أكدها الشركة هتنهار. وبيكون جون ساعتها ساكت ومش بيدي أي رأي. وبنلاقي إن والدته وصلت، فبيستقبلها المساعد واللي بيلاحظ عليها التوتر والخوف، فبيعرفها إن جون في اجتماع وبيهديها. فساعتها بتعيط والدة جون وبتزعل على ابنها لأنه دايما بيساعد الناس وبيحبهم، وبتعيط أكتر لما بتفتكر ابنها اللي مات وإن جون حرم نفسه من الجواز بسبب اللي حصل. فبيتأثر المساعد بكلامها. أما هيون فبتكون في اجتماع وبيلاحظ الكل إنها مش مركزة، وبتكون بص على الموبايل لأنها قلقانة على جون. فبياخدها مين بعد الاجتماع ياكلوا مع بعض علشان يخفف عنها، وبيقول لها إنه لو مكان جون ما كانش سابها قلقانة وكان فاضل جنبها، وبيقول لها إنه أكيد مشغول بس هو ما بيحبش يشوفها قلقانة. بس هيون بتقوله إنها هتقدر تستحمل وتعدي الموقف ده. ولما بترجع لبيتها بتلاقي هان، فبتعزمها على مشروب، وساعتها هان بتعرفها إنها بتحبها، وعلشان كده هي بتحذرها وبتقول لها إنها اللي سربت الأخبار ولازم تنفصل عن جون علشان ما تأذيهاش، وبتديها صور ليها هي وجون. وتاني يوم بنلاقي إن في احتجاج قدام شركة جون بيطالبوا فيها برحيله. أما مين فبيروح يقابل ران لأنه بيكون ناسي معاها محفظته، بس بتاخده ران لمطعم علشان ياكلوا، وبعد كده بتصمم إنها هي اللي توصله لمكتبه. وبيكون مين مستغرب تصرفاتها، بس لما بيوصلوا بيتصدم من اللي بيحصل قدام الشركة. فساعتها ران بتعرفه إنها عملت كده علشان ما يفضلش قلقان على هيون، لأنها عارفة إنه بيحبها بس هيون بتحب جون. فبيبصلها مين وبيبان إنه تأثر بكلامها. أما هان فبتكون فرحانة هي ويونغ باللي بيحصل، وبتفتكر في الماضي لما تحايلت على والد جون علشان يشرح جثة زوجها، لأنها كانت شاكة إن جون هو اللي قتله، بس هو رفض. ولما بيوصل جون بيتصدم من اللي بيحصل قدام الشركة، وبيلاقي إن العربيات بتلحقه، فبيحاول يهرب منهم، بس في عربية بتقف قدامه، بس بيلاقي فيها هيون وبتقوله يركب معاها، وبتاخد جون وبيروحوا يتفسحوا وبيتبسط جون معاها. وفي آخر اليوم بتطلب منه إنهم يمثلوا إنهم ما يعرفوش بعض وينكر أي حاجة بينهم. وبتفتكر لما والد جون طلب منها تقول كده لجون لأنه عارف إنه هيسمع كلامها،
بس جون بيكون حاسس إنها مجبرة تقول كده، بس هي بتسيبه وبتمشي، وبيلاقي إن المساعد وصل علشان يوصله. وتاني يوم بيدور جون عليها في الشركة بس مش بيلاقيها، فبتقوله سي إن كل الفريق دلوقتي بيشكوا فيها. فبيقعد جون يفكر في مكتبه لحد ما بيكلم المساعد وبيعرفه إنه هيعمل مؤتمر صحفي. أما في المؤتمر بنلاقي هان داخلة وبيعرفهم جون إن الأخبار مش حقيقة، بس الحقيقة إنه بيحب واحدة وحامل منه فعلا، وهي موظفة في شركته. بس بيلاقي جون إن الكل بيهاجمه بسبب إنها شغالة عنده. بس جون بيلاقي وقتها إن هيون وصلت، فبيبصلها وبيقول إنه بيحبها، وبيحكي لهم إزاي هم تعرفوا على بعض، وإنه بعد ما كان مش طايق يشوفها ما بقاش حابب حياته من غيرها. فبيتأثروا كلهم بكلامه، وبيقول لهم إنه مش عاوز الشخص اللي بيحبه يتأذي، وبيطلب منهم إنهم ما يتجوزوش تاني في تصرفاتهم لأنه بيخاف عليها. فبتعيط هيون وبيبان إن الصحافة خدت صفه، وبتتضايق هان من اللي حصل. وبعد الاجتماع بتروح له هيون وبيعرفها إنه ما قدرش ينكر وجودها، فبتتبسط هيون. أما مين فبيروح لجون وبيعرفه إنه شاف المؤتمر، وبيشكره إنه قادر يحمي هيون، وبيطلب منه إنه ياخد باله منها. وفي الشركة بيكون الكل معجب باللي عمله جون وغيرانين من حبيبته، وبتكون هيون مبسوطة من تعليقاتهم. وبنعرف إن أسهم الشركة بدأت تتحسن، بس لسه مرجعتش زي الأول. أما والد جون فبيروح له مكتبه وبيعرفه إن اللي عمله ده كان تفكير متهور، بس بيطلب منه إنه يجيب حبيبته ويتقابلوا كلهم. أما هان فبتلجأ لطريقة تانية علشان تخسر جون، وبتقول ليونج إن جون بعد الحادثة ما بقاش قادر يسلم على حد وبياخد أدوية نفسية. وبعد كده بنلاقيها بتمسك صورة جنين وبتفتكر لما كانت حامل في الجنازة، بس الطفل نزل. وآخر اليوم في الشركة بيكون الكل ماشي ما عدا هيون، بتفضل تشتغل علشان المسابقة. ولما جون بيلاحظ كده بيخلي المساعد يروح يجيب لها أكل. وتاني يوم بينبهر الفريق بشغل هيون اللي سهرت عليه طول الليل، وبيمدحوا فيها. وفي الأيام اللي بعد كده بتنشغل هيون أكتر، لأن المسابقة قربت تنتهي، لدرجة إنها مش بتفضى تخرج مع جون، واللي بيكون خايف عليها لأنها ضغطة نفسها. بس هي بتعرفه إن ده حلمها دلوقتي، وإنها تعمل مشروب باسمها. فبيعرفها جون إنه هينسحب من تحكيم المسابقة علشان لو علاقتهم انكشفت محدش يقدر يعترض على النتيجة. وبعد كده بيقول لها إن والده طلب إنهم يتجمعوا مع بعض، بس لو هي مشغولة فهو هيأجل المقابلة، بس هي بتوافق. وساعتها بتكون متوترة ومش عارفة تلبس ايه علشان تقابل أهله، فبتاخدها صاحبتها لصالون علشان يجهزوها. ولما بتوصل لجون بينبهر بيها، وبعد كده بتروح تقابل أهله، وبيبان إن والدته مش مبسوطة وبتفضل تسألها أسئلة كتيرة، بس هيون بترد عليها ومش بتحرجها، لحد ما هيون بتلاحظ إنها سقعانة، فبتطلب من العاملة إنها تعلي درجة الحرارة. وساعتها بتبصلها والدة جون وهي مستغربة، وبتشك إنها نفس البنت اللي كانت في الصالون. ولما بيخلصوا بيوصلها جون لبيتها، وبيعتذر لها على تصرفات والدته، بس هي بتكون متفهمة وبتعرفه إنه أكيد والدته قلقانة عليه، وبتقوله إنه عنده أسرة لطيفة وبتحبه. بس جون بيقول لها إنه والدتها بتحبها، وبيفتكر لما قابل والدتها وبيبان إنها كانت خايفة على بنتها، وبتطلب من جون إنه يحافظ عليها. وبيقول جون إنه والدتها كانت قلقانة عليها، فساعتها بتفكر في كلامه وبتكون عاوزة تكلمها بس بتتردد. وساعتها هان تروح لوالد جون وبتعرفه إنها زعلانة علشان ما راحتش معاهم يقابلوا هيون، وبتهدده إنها لو ما خدتش نص الشركة بتاعت جون هتنشر إنه كان بياخد أدوية نفسية وإنه السبب في موت أخوه. فبيخاف والد جون على ابنه. وتاني يوم بيتصدم جون إن هان موجودة في مكتبه، وبتعرفه إنها هتدير الشركة معاه. فبيستغرب جون لأن والده معرفوش حاجة وما بيقدرش يعارضها. أما موظفين الشركة فكانوا بيتكلموا على الرئيس الجديد، وإن في كلام بيدور إن جون بياخد أدوية نفسية، فبتتضايق سي من كلامهم على عمها، بس بتهديها هيون وبتقول للفريق إن اللي بيتقال أكيد إشاعات. أما في الاجتماع بيلاحظ الكل إن هان بتنتقد أي حاجة في الشركة، بس جون بيرد عليها. وساعتها بتجيب سيرة المسابقة اللي معمولة، وبتطلب إنهم يروجوا للمسابقة ويضاعفوا قيمة الجايزة، وبيبان إنها بتعمل كده الهدف في دماغها. وبعد كده بتتكلم على منتج معين واللي بيكون منتج هيون، وبتطلب حضورها، فبيرفض جون، بس هي بتصمم. ولما بتحضر بتجيب لها هان مشروب، وبتسألها على الطريقة الصح لشرب المشروب. ولما كانت هترفض بانك بتنقذها وبتقول لهان إن في مشكلة في إنتاج الدفعة دي من المشروبات، وبتعتذر لها. فبتتحرج هان وما بتعرفش ترد.
أما في مكتب بانج فبتتأكد من هيون إنها حامل، وساعتها هيون بتعرفها إنها هتسيب الفريق، بس بانج بتقول إنها المسؤولة ولازم تتحمل كل حاجة للآخر، وبتقول لها إن بعد كده تطلب المساعدة من فريقها لإنها حامل، فبتفرح هيون وبتشكرها. أما جون فبيروح لوالده، بس هو بيقوله إن مجلس الإدارة خد صف هان وما كانش فيه حاجة في إيديه يقدر يعملها. وتاني يوم بيكون جون في اجتماع مع الإدارة اللي بيشككوا في كل قراراته بسبب الأدوية النفسية اللي بياخدها، وبيقول يونج إنه ما بيقدرش يسلم على حد، فإزاي هيعتمدوا عليه؟ وهان بتقول إن المفروض يتنحى عن منصبه، وبيبدأوا التصويت في إنه يسيب الشركة، بس جون بيعرفهم إنهم لازم يبلغوا الشؤون الأول بأسبوع قبل التصويت، لأن التصويت له مشاكل قانونية، وأي حد هياخد قرار دلوقتي يتحمل المسؤولية. فبيتوتر الكل وبيتراجعوا عن قرارهم، وبيطلب منهم إنهم يدوله مهلة أسبوعين. وبعد الاجتماع بيكون يونج واثق إنه مش هيقدر يحسن موقفه، بس بيلاقي جون بيقوله إن هان مش هتفضل في صفه للنهاية وهتسيبه، بس يونج ما بيهتمش بكلامه. فساعتها جون بيقوله إنه عارف إنه كان بيسرق فلوس من الشركة من سنين، وهيقول لوالده، وإنه الموضوع لو وصل للقضاء هيتسجن. فساعتها بيخاف يونج وبيعرفه إنه لازم يقطع علاقته بهان. أما هيون فبتقابل جون وبتشجعه إنه يتخطى مخاوفه، وإنه يطلب منها المساعدة لو احتاجها. وبيجي وقت إعلان الفايز في المسابقة، وبيكون في صحافة موجودة، وبيعلن جون إن فريق هيون هو اللي كسب. ولما بتطلع هيون علشان تستلم الجايزة بتعترض هان، وبتقول لهم إن جون مرتبط بهيون وعلشان كده إداها الجايزة. فبيتصدم الكل، وساعتها بيلاحظ جون إن في حاجة هتقع على هيون، فبيروح علشان يحميها، بس بتقع عليه. وبيتوتر كل اللي في القاعة من اللي حصل، وبيطلبوا الإسعاف لجون. ولما بيروح المستشفى بيعرفوا الدكتور إن حصل كسر ولازم ما يتحركش علشان يتعافى ويفضل فترة في المستشفى. وبيكون جون رافض إنه يفضل كده، بس هيون بتصمم إنه يسمع كلام الدكتور، بس بيعرفها إنه لازم يمشي علشان يصلح الموقف اللي حصل. بس هيون بتقوله إنها مرتاحة دلوقتي، إن علاقتهم انكشفت لأنها كانت على طول قلقانة إزاي هتبرر للناس. وفي الشركة بيكون الكل بيتكلم عن هيون، بس ساعتها بتسكتهم بانج وبتزعق لهم، فبيستغرب الفريق إنها خدت صف هيون. وبعد كده بيلاقي جون إن سي وصلت، ولما بيقعد معاها بتعتذر له على اللي عملته أمها، وبتطلب منه إنه يوقفها عند حدها. ولما بتخرج سي من عنده بتنادي عليها هيون، بس سي بتكون محرجة منها، بس هيون بتكون عارفة إنها ملهاش ذنب. وبيخش المساعد وبيعرف جون إن لقطات الكاميرا بتاعت القاعة اتمسحت، وبنعرف إن جون شاكك في هان إنها السبب ورا الحادثة اللي حصلت. وتاني يوم في الشركة لما بتروح هيون بتلاقي إن الكل بيتكلم عليها، وإن جون هو اللي ساعدها تاخد المركز الأول، فبتزعل. وبتلاقي بانج إن الفرق الباقية اللي كانت مشاركة في المسابقة جاية تتخانق معاهم لأن المسابقة اتلغت بسبب هيون. ولما بتسمع هيون إن المسابقة اتلغت بتروح لهان وبتتخانق معاها، بس هي بتتجاهلها. فبيروح جون لهان وبيسألها عن سبب إلغاء المسابقة، وبيعرفها إنه لو كان حصل حاجة لهيون كان هيأذيها، وإنه عارف إنها ورا الحادثة اللي حصلت، بس هي بتقوله إنه مش معاه دليل على كلامه. ولما بيروح لمكتبه بيجمع جون كل الفرق اللي فازت وبيعرض عليهم إنهم يعيدوا التحكيم في المسابقة، وبتقترح هيون إنهم يخلوا المسابقة على النت علشان الناس تصدق إن المسابقة عادلة، وبتقنع جون بكلامها علشان محدش يفتكر إنه السبب ورا فوزها. وبعد كده بياخدها جون لوالدتها وبيسيبهم علشان يتكلموا مع بعض، وأخيرا بتتحسن علاقتهم، وبيفرح جون لما بيشوف هيون سعيدة. وبنعرف إن لجنة التحكيم اختارت هيون تاني، بس لسه الجولة الأخيرة من المسابقة. وبتلاقي هيون إنها المفروض تروح للدكتورة، بس بتتفاجئ بواحدة من فريقها بتسألها على جنس البيبي، وبيتحمس باقي الفريق وبيسألوها إذا كانت هتتجوز جون وهتعزمهم على الفرح ولا لأ، بس هي بتعرفهم إنها لسه ما تعرفش ميعاد الفرح وأكيد هتعزمهم. أما بالنسبة للبيبي فهتروح للدكتورة علشان تعرف. وبيفرح الفريق كله لما بتوريهم صورة الجنين. ولما بتروح هيون للدكتورة بتقول لجون إنه ما كانش لازم يجي معاها لأنها عارفة إنه مشغول، بس هو بيعرفها إنه ما عندوش أهم منها. وبنعرف إنها حامل في بنت، فبياخدها جون بعد كده علشان تشتري هدوم للبيبي، بس بتلاحظ إن جون مشغول بحاجة، بس هو مش بيرضى يقول لها على المشاكل بتاعة الشركة، فبتغير الموضوع وبتشكره إنه قرب ما بينها وما بين والدتها.
أما والدة جون فبتروح لران وبتعتذر لها على آخر موقف حصل بينهم، وبتسألها إذا كانت نفس البنت اللي قابلتها في الصالون. بس ران بتستغرب وبتعرفها إنها مش هي، وبتقول لها إنها ممكن تقصد صاحبتها هيون لأنها راحت مكانها آخر مرة. فساعتها بتتصدم والدة جون وبتندم على التصرفات اللي عملتها معاها. أما جون فبيروح لواحد واللي بيكون الصحفي اللي كتب عنه في الماضي إنه قتل أخوه علشان الورث، واللي كان متحرض من هان ويونغ. وأول ما بيشوفوا الراجل بيعمل نفسه مش عارفه، بس جون بيهدده إنه هيحبسه، فبيخاف الراجل وبيعتذر له. وساعتها جون بيقول له إنه عاوز منه حاجة، وبيروح جون بعد كده ليونغ وبيسأله إذا كان قرر اللي هيعمله. بس يونغ بيقول له إنه مش معاه دليل على اللي قاله، فبيفتح يونغ موبايله وبيسمعه مكالمته مع الصحفي وتحريضه ليه إنه يكتب إن جون هو اللي ورا حادثة أخوه، وبيعرفوا إن ده مش الدليل الوحيد اللي معاه، وبيوريه إن هان ناوية تسيبه، وبيقول له إن نصيبها في الشركة بعد كده هيبقى أكبر منه، وبيهدده وبيقول له إن الإدارة لازم تختار إنه يفضل في الشركة. أما في المسابقة فبنعرف إن كل شخص اختاروه عمل فيديو عن المنتج بتاعه علشان الجمهور يقدروا يتعرفوا على كل منتج، وبنلاقي إن تفاعل الجمهور مع فيديو هيون كان كبير لأنهم اتأثروا بكلامها عن مشروبها. وتاني يوم في الشركة بيكون يوم التصويت، ولما بتخش هان وهي واثقة إن جون هيمشي، ولما بيجي وقت التصويت وبيطلب منهم موظف الشؤون إنهم يرفعوا إيديهم لو موافقين إن جون يمشي، فبترفع هان إيديها، بس بتتصدم إن محدش رافع إيده غيرها، وبتبص ليونغ وهي مش فاهمة. وبينتهي الاجتماع إن جون هيفضل الرئيس، وبتتعصب هان. وبعد الاجتماع بتزعق لجون وبتسأله عمل إيه علشان يقنعهم. وبنعرف إن في الليلة اللي قبلها جون قابل كل الإدارة وإداهم الورق اللي يثبت إنه ما كانش بيتعاطى أي أدوية مخالفة، وبيصدمهم بعد كده لما بيديهم ورق فيه رشاوي خدوها من هان، وبيهددهم بالورق ده، وبيهددها إنها تستقيل أو هيحبسها. وبتكون هان متعصبة من اللي حصل وبترن على يونغ بس مش بيرد عليها، وبتلاقي هان إن في محققين داخلين مكتبها علشان يفتشوه، وفي أمر اعتقال ليها من والد جون. وتاني يوم في الشركة بنلاقي الموظفين بيقولوا إن جون ما كانش في فريق تحكيم المسابقة، وكل الإشاعات اللي طلعت كانت بسبب هان وإنهم ظلموا هيون. ولما بتكلم هيون صاحبتها بتقول لها إنها خدت المركز التاني في المسابقة، بس هي بتكون راضية. ولما بتروح لمكتبها بتلاقيه كله ورد، وبتعرف إنه من جون، وبيغير منها الموظفين على حبه ليها. وفي آخر اليوم بتروح هيون ووالدتها يقابلوا أهل جون، وبيتفاجئوا إن هان دخل عليهم، فبيسألها والد جون عن سبب حضورها، بس هي بتوجه كلامها لأم هيون وبتعرفها إن حماها بلغ عنها الشرطة، بس هي طلعت بكفالة. وبتقول لجون إنها من العيلة وكان لازم يدعيها تحضر معاهم، وبتحاول إنها تخوف هيون ووالدتها من أهل جون، بس ما بتعرفش لأن هيون بتعرفها إنها بتحب جون وعلاقتهم مبنية على التفاهم مش الطمع. وساعتها والد جون بياخد هان بره علشان يتكلموا لوحدهم، وبيقول لها إنها ما قدرتش كل المرات اللي سامحها فيها وعلشان كده بلغ عنها، وبيعرفها إن مش هو اللي غدر بيها إنما هي اللي خانتهم. بس هي بتقوله إن الشركة كان المفروض تبقى بتاعتها وجون خدها منها وخد حياتها منها، فبيسيبها وبيمشي لأنه بيعرف إنه مفيش أمل منها. بس هي بتعرفه إنها مش هتستسلم وهتخليهم يندموا. ولما بتروح لعربيتها بتحاول تتصل بأي حد من إدارة الشركة، بس كلهم بيتجاهلوها لحد ما بيرد عليها واحد وبيقول لها إنه مش عاوز يتعامل معاها تاني وبيقفل. فبتتضايق هان أكتر وبتتعصب. أما هيون فبتكون خايفة إن والدتها تغير رأيها في عيلة جون، بس بتصدمها لما بتقول لها إنها اطمنت عليها ومش هتقلق عليها تاني لأنها واثقة إنهم هيقدروا يتجاوزوا أي حاجة مع بعض، وبتتمنى لهم السعادة. أما جون فبيعتذر لهيون على اللي حصل وبيقول لها إن حياتهم ممكن ما تمشيش على أحسن حال، بس هو هيفضل دايما معاها. وتاني يوم في الشركة بيدور جون على طريقة يتقدم بيها لهيون بالجواز، بس بيكون قلقان لأنه مش بيعرف يلمس إيد حد، فبيقرر إنه ياخد رأي والدته، بس بتطمنه وبتعرفه إنه وقتها هتجيله الشجاعة لأنه بيحب هيون وهيقدر يواجه مخاوفه كلها، وبتنصحه إنه يتخلص من الإحساس بالذنب ناحية أخوه لأنه ما عملش حاجة. وتاني يوم لما بتوصل هيون للشركة بيسألها الفريق إذا كان جون عرض عليها الجواز، بس هي بتقول لهم إنها مش مهتمة بالحاجات دي، فبيستغربوا وبيعرفوها إن ده حلم كل بنت. ولما بتكلم صاحبتها بتسألها ران عن الطريقة اللي بتحلم بيها لعرض الجواز، فبتقول لها إنه يتقدم لها على موسيقى هادية في مطعم وبيكون حلمها بسيط. ولما بتقفل ران بنعرف إن جون قاعد مع ران ومين، وهو اللي خلى ران تسألها.
وبيطلب منهم إنهم يساعدوه. أما هان فبتكون قاعدة في مكتبها، بس بتدخل المساعدة وبتعرفها ميعاد محاكمتها، فبتقول لها هان إنها تخرج، بس بتلاقي إن بنتها وصلت لمكتبها وبتعرفها إن كل اللي حصل بسبب طمعها، وبتقول لها إنها سابت شغلها في الشركة. فساعتها بتنهار هان أكتر وبيظهر طمعها، فبتتضايق سي منها وبتعرفها إن من البداية وهي ما كانتش محتاجة الشركة، بس كانت محتاجة ليها، وبتنزل من عندها وهي زعلانة. بس بتلاقيها هيون وبتاخدها لبيتها، وبتقول لها سي إنها استقالت من الشركة، فبتقلق هيون عليها. بس بتعرفها سي إنها كانت قلقانة على عمها أكتر، بس اطمنت لما بقت جنبه، وبتحكي لها إنه شايل ذنب موت والدها لدرجة إنه ما راحش زاره قبل كده. فبتتفاجئ هيون، وتاني يوم هيون بتكلم جون وبتاخده معاها في مشوار، ومش بتعرفه المكان اللي رايحينه، وبتروح تشتري ورد وهو مستغرب. وبعد كده بتاخده لمكان أخوه، ولما بيعرف جون بيزعل، بس هي بتعرفه إنها كانت عاوزة تسلم عليه، وبتطلب منه يجي معاها، وبتسلم على أخوه. وبعدين بتسيب جون لوحده علشان يبقى على راحته، وبيعيط جون وبيعتذر لأخوه، وبيقوله إنه أخيرا لقى السعادة مع حد بيحبه. ولما بيخلص جون بيروح لهيون وبيشكرها إنها ساعدته. أما عند مين وران فبيكونوا بيجهزوا لعرض الزواج، وبيخش المساعد وبيسأل عن جون، فبيعرفوه إنه نسي الخاتم ورجع يجيبه. وبيلاقي جون إن سي عاوزة تقابله، ولما بينزل ليها بيتصدم لما بيشوف هان هتخبطه بالعربية، وهي بتتفاجئ لما بتلاقي سي قدامها، بس بيحميها جون. أما هيون لما بتعرف فبتروح على المستشفى وبتقلق عليه، وبنعرف إن هان اتحجزت في المستشفى. ولما بتفوق بتخاف إن بنتها يكون حصل ليها حاجة، وبتعيط، بس بتخش سي وبتطمنها وبتعرفها إن لولا جون كانت هتموت، وبتترجاها إنها تسيبه يعيش حياته وهم يعيشوا مع بعض زي أي عيلة. فبتسكت هان وبتفكر في كلامها، وبتعتذر لها وبتحضنها. وتاني يوم بتخش هان على جون، وبيتصدم لما بيلاقيها بتعتذر له وبتشكره إنه أنقذ بنتها. بس جون بيتأثر باللي عملته، وبيقول إنه غلط هو كمان، وبيعتذر لها على اللي حصل، وبتعيط هان أكتر. وبيروح جون بعد كده لهيون وبيمسك إيديها وبيعرض عليها الجواز، وبتوافق هيون. وبيعدي سنة على الوقت ده، وبنلاقي جون بيلعب مع بنته. أما هيون فبتكون حققت حلمها، وهي إنها عملت مشروب باسمها. أما بانج فبتتجوز المساعد وبتحمل منه، وبنلاقي إن ران ارتبطت أخيرا بمين. وبعد كده بفترة بنروح لعيد ميلاد بنتهم، وبنلاقي سي داخلة ومعاها هان، وبيبان إنها اتغيرت، وأهل جون بيرحبوا بيها. وبتحكي لنا هيون إن الحكاية بدأت بصدمة لما اكتشفت إنها حامل، وانتهت بحياة سعيدة بتعيشها مع جون وبنتها. وبكده بنكون وصلنا لنهاية المسلسل.